أحبتي، دمتم بخير. ألتقيكم اليوم على المودة، وأتمنى أن تستطيعوا احتواء ما سنتحدث عنه في جلستنا أو أمسيتنا هذه. ما سنتحدث عنه اليوم بعنوان الإرادة المعرفية ومراحل الحياة التي يخوضها المعرفيون في كل طور. وحلقتي هذه ستتضمن هذه الحالة، عرض هذه الحالة، دراسة هذه الإشكالية. النقد برمته ليس بابا يتسع للحديث من خلاله عن كل شيء. تنقل لنا الاحتجاج على غياب الفضيلة والعدالة والحق في مجتمع استهلاكي مادي أصبحت فيه القيم النبيلة موضع استهداف ولجم. تغزو فضول الساعي لمعرفة ما قد تخبئه الحياة إلى جانب العديد من الأزمات التي تتشبث بالطبيعة البشرية، لتكون بداية للدخول في شتى المفاهيم الموغلة في العمق الإنساني على مسرح التناقض. ثمة من يحتج بماهية وجوده وإحساسه العميق بمرارة الوجع في الحياة، والاحتجاج يمثل العنصر الأهم في معادلة الحياة، تلك الحركة التي لا تكترث بالجمود، ومثال عظمة الفرد من قوة الجماعة، إبراز لقوة الجماعة وما تفرزه من إسقاطات ونتائج. المجتمع الذي يحتوي بفلسفته العفوية وأفكاره الرائدة وطرافة حسه ولذاعة تساؤلاته وغرابة أجوائه التي توقن مصائر البشر وغرابتهم سلوكا وخلقا. الغرابة ميزة المبدع وميزة الذين يسيرون في المسار الممكن الذي لا يتعارض مع الواجب والقيمة التي تنتج عنها. ومعيار الشخصية بارزة من قدرة الشخصية على التأثير والتوغل إلى عوالم كثيرة، وبالتالي قدرتها الفائقة على نقل حصيلة تجارب المجموعات البشرية على اختلاف هيئاتها. فلسفة السعي إلى الحياة دون التأثر بأوبئتها، ويليه العنصر المقابل للغرابة وهو الذهول، احتواؤه للثنائية المتناقضة: الفقر، الغنى، التخلف، التقدم، الحركة، الجمود، المحافظة، التغيير، الجهل، العلم. ففي خضم تجربة الكتابة تتآلف القيم والمعايير في نسبيتها والحقائق بجوهرها، لتشكل الإيقاع الذي ينشد للفن وجوهر الحياة. والفن هو جودة اللعب على حد تعبير كروتشا. الاغتراب الفردي ظاهر في شخصية الفرد الذي ينادي إلى العدالة في ظل غيابها، وإلى الفضيلة في ظل زوالها، وإلى الوفاء للأماكن بالرغم من خرابها، وبالعودة إلى صفاء الماضي بالرغم من أفوله. وهذا دعوة للمجتمع الطبيعي الذي تتحقق المساواة من خلاله بين كافة الطبقات، حيث أن التناقضات المفعمة بالدهشة أطلقت سيول الصور الحزينة المنبعثة في داخل هذا الإنسان الذي يمثل لسان حال الطبقات المسحوقة التي تعيش من أجل أن تقتات وتنعم بالكرامة التي هي أساس كل المواقف الإنسانية على صعيد الحياة والزمن. الحدث ينقل لنا من منحى تصويري هادئ يعكس كل الحوار المستفيض بالعديد من الإسقاطات على عموم التجارب الإنسانية، في ظل حالات الصراع التي لا تنتهي بل تشتعل وتتصاعد وتيرتها وفقا للزمن ولزيادة الاحتياجات وتراكم الاحتجاجات
في ظل غياب العدالة الاجتماعية. إذن ينقل لنا الإنسان المعرفي على ضوء ذلك فلسفته في تحليل الشخصية الفردية التي تعكس الواقع البائس بأوجهه المختلفة ضمن مناخ واحد يجمعها، وهو البساطة الفنية المعمقة بالعديد من الأفكار النقية التي لا تتباعد بل تنسجم وفقا لمسار قائم واحد باتجاه التوغل في المواقف وحقيقة الحياة المتشعبة القائمة على كشف إشكالية جديدة تخدم قضية الإنسان القائم روحا ووجدانا ومعنى كبديل عن ذلك المتقوقع في دائرة فارغة المضمون. يثير أسئلة من نوع خاص، يقيم سجالا إنسانيا في المواقف الملتبسة، يتحدث عن علاقة المستغل بالمستغل وعلاقة الضد بالضد، ويقيم عدة هواجس وأسئلة على أعتاب تفجر فتيل الأزمة الخانقة في ظل غياب الحقيقة وانزياح الستار عنها في مشهدية تميل إلى الغرابة، تتقصى الجودة، مخترقة كل الحواجز ومعبرة بالوقت ذاته عن أنين يسكن مشروعية الحق الغائب، وبذلك فهو يدعو إلى استخلاص العبر الجديدة من خلال الكشف عن مصائر المتعبين الذين يسيرون على مسار التعايش مع الأشياء على حقيقتها. هذا هو ديدن الإبداع والمبدع. إذن يمكننا أن نستخلص حول حقيقة أن قضية الإنسان مع الإنسان تعتمد الرؤية الواقعية في تجسيدها للمعاناة إزاء عجز الإنسان عن مواجهة المعوقات التي أنجبت عدة أشياء جعلت عالم الإنسان أشبه بالدوران في سلسلة مغلقة، حيث الذات المبدعة التي توقر من قدر القيم، والذات المقابلة التي تبالغ في سطوتها على الشخصية المبتكرة التي أقرت الحياة وفقا لنضال الصلب والكفاح المتزامن مع القيم النبيلة. حين نتعرف من خلال الحوار تلك الثنائيات المتناقضة التي تمثل إحدى فصول الاستغلال لإثارة الاحتجاج على القيم الاستهلاكية القائمة على الإجحاف بالحق وتشويه القيم الخالصة التي تستثير سلبا دعامة الإنسان الطامح إلى البناء السلمي القائم على التوازن الطبقي لبث الخلاص الإنساني وكشف الآثار المرضية في الطبيعة البشرية، هو جل ما يشتغل عليه المعرفي في بيانه الإنسان وتعامله مع المادة لا كوسيلة تعايش، إنما غاية ذلك الصراع يتمحور حول كشف أضرار المادة من كونها قد تهدد طبيعة التعايش السلمي بين الشعوب. لهذا نجد أن التعايش السلمي كغاية هدفت للتشبث بمعايير القيم المتعلقة بالفضيلة التي هي مبدأ أولي طبيعي في تغيير الحركة التاريخية التي تتجه باتجاه وضع حلول للإنسان لرؤية واقعية قائمة على بناء الإنسان من الداخل ووضع الحلول الكاملة لا أنصاف الحلول في بث القيم البشرية العادلة من جديد بين المجتمعات البشرية على اختلاف طبقاتها. البساطة هي طابع الإنسان الأول، وحاجة الإنسان لصفاء هي حاجة كبيرة، وكأن الجو العام يشير إلى ذلك، حيث تكون لهفة المتلقي للأشياء أكثر عفوية وبداهة، وبداهته تكون إزاء جدتها أكثر إلحاحا واجتذابا. أيضا هو تجسيد يجسد صراع مدى الانقسام البشري والتفاوت بين المجتمعات المتقدمة.
التي تبتكر الأشياء وتفكر دائما باستخلاص بدائل حياتية في حياتها ومسيرتها عموما، وبين مجتمعات ما تزال تعتمد البساطة والبدائية في التعايش مع الأشياء وافتقارها إلى آليات التعايش الجديدة والرقي في التفكير. يركز المعرفي بطبيعته حول مسألة اتساع الهوة بين الغني الطامح والفقير المتلاشي أي التابع. أيضا هو تجسيد لصرخة الإنسان لمواكبة الحاضر وقدرته على إحداث ثقب في طبقة الجهل السميكة التي تعيش في سيكولوجيا المجتمعات النامية. الصراع بين المتناقضات في ظل مجتمع مغلق يستمد تنفسه من بقايا أشياء محدودة، فتبرز إشكالات المجتمع من خلال سعي الإنسان المتميز إلى إشعال فتيل الاحتجاج من أجل بث قيم الأخلاق داخل مجتمع متداع يغلب الفساد على طابعه العام، ورؤية يتجسد حولها الوعي الإنساني بقدرته على وصف التداعيات. فالدهشة تعبير عن حضور القلق، والقلق نتج عن عائق طبيعي قائم على الوصف الذي له علاقة بالظاهراتية التي تعتمد على وصف الأشياء والتحليل القائم على فهم الظواهر أولا، وبيان العلاقة فيما بينها ثانيا، وترسيخ جمالية التضاد ثالثا، والقدرة على ربط هذه المكونات بمكونات لها علاقة بالاتجاه السيميائي الذي يعرف باستنباط العلامات إثر العلاقة بين الدال والمدلول، ووصف الحياة الطبيعية البسيطة وهو بمثابة دعوة الإنسان للصفاء الطبيعي الذي أشاد به جان جاك روسو، وهو بمثابة العودة لها لأنها تمثل أهم مفاتيح الخلاص والوئام الإنساني القادمين حتما. فالمدنية والحضارة وقيم التحضر ووسائل التقنية حملت كل ما هو جديد وكل ما هو إيجابي وسلبي للإنسان، لكنها أحاطت الإنسان بأقنعة الزيف والتصنع الذي أنتجت قيما بعيدة عن الصفاء الطبيعي في خضم ذلك الوجع والقيد، وما تعكسه فروض الإلزام على المرء من سلوك تقشفي تراوده مشاعر الرهبة والخوف، نمطية التفكير والحياة القائمة على التعسف في التعامل، وبطلان لغة الحوار ما بين الآمر والمأمور، التعاقد المجحف بين الحاكم والمحكوم في مجتمعاتنا تتحكم بها الذهنية الأبوية على نحو يشير دوما بضياع البوصلة، وليكشف فيما بعد عن هول المعضلة بانعدام سلطة سياسية ديمقراطية قادرة على تنظيم المجتمع، بل العكس، وهو تفسخ المنظومة البائسة القائمة على الخوف من المجتمع من يقظته وقدرته على تحقيق ذلك الانفجار الضروري الذي سيسهم في إعادة الحياة إلى نصابها، حيث تنجلي تلك الغمامة عن الحياة المدنية وتنتقل المجتمعات عبر انتفاضتها من طور الأوامر التعسفية إلى طور الاحترام الطوعي للقوانين والواجبات التي يتحلق الأفراد بمختلف شرائحهم حولها ليسهموا معا في تطوير الحياة بمناحيها المختلفة. ولعل الطابع الفلسفي ما يلبث أن يواكب طبيعة الحياة لو أن ذلك يتم تجسيده ببساطة، بيد أنها ترتقي بما تحمله من رمزية تتجلى على نحو واضح. فالانغلاق ضد حيوية الأفكار، حيث تسمى بالعائق المثالي الحائل دون أن تنهض القوى الخلاقة لتسمو بالحياة وترقى لتكون انطلاقة لأفكار عليا نهضوية تستقيم من خلال الحياة المتجلية بطاقات أفرادها. ولكن طبيعة الصراع ما بين الآمر والمأمور ظلت عثرة في إعداد جيل يعتنق قيم النهضة طواعية، ولكن العائق أمام سمو الإنسان بحياته هو التعسف والإكراه، حيث الإنسان طاقة لا متناهية إن أحسن ضبطها وتقويمها بما هو ضروري. فسوء الترشيد والاستثمار ينجم عنه الإحباط والفشل، على عكس التحفيز لما له من نتائج إيجابية قادرة على قلب معادلة الحياة الصعبة
لحياة أكثر يسرا وإبداعا وطاقة. هذا ما يجعل من الفرد محبطا إذ لم يتم تأهيله باتجاه الإيجاب دوما، مما يجعل الفرد محبطا وعدم قدرته على المضي باتجاه الإيجابية التي تسهم فيما بعد بالتغيير، حيث لابد من العمل على مبدأ التأثير الوجداني إلى جانب بروز الفكر المتقد بما يحمل من لذاعة وقوة. فكل الشتائم الموجهة للإنسان في هذا الموقف هو للحد من قفزه للأمام إلى حيث التطور المحتوم لضمان رقيه ورفاهيته. هذا الصراع الرهيب بين قوى تسعى لإنزال الإنسان إلى حضيض الخوف والعزلة وبين فئة مقموعة منتفضة. ماهية هذا الانفجار المتحقق بعد عهود غشاوة وخوف جعلت المجتمعات تتجه لبلوغ حريتها بسلوك طريق التغيير المدفوعة باحتقان رهيب، جعلها تترجم ذلك بأشكال عدة عن طريق القلم والتظاهر ومقاومة الحصار المطبق والتغييب الإعلامي. ولعل الانفجار في ماهيته استجابة لمنطق التغيير الحتمي، طبيعة العلاقات المضطربة القائمة على الخوف والاحتقار. فهو يعاني من تهميش إنساني وإلزام قسري يدفعه للسلبية واليأس، نظرا لخلو هذه العلائق من أدنى ممارسة للقيم الأخلاقية القائمة على احترام الذات والآخر، حيث ضياع البوصلة وبداية الشعور بالخطر وعدم المقدرة على اجتثاث الحياة القائمة على تفشي الهوة ورسوخ البينية بين الطبقات الحاكمة والشعب المعتد بكرامته. فهنا من الطبيعي أن يقف المهمشون المهشمون روحيا إلى جانب بعضهم ليبوحوا بالمعضلة في سوء التعامل واحتقار الكرامة الإنسانية. تجسيد للصراع الداخلي، تجسيد الصراع الداخلي الذي يكشف عن طبقية سائدة تفقد أي خلية حيوية حركتها وقدرتها على مواصلة الحياة بصورة أفضل دون تباطؤ أو تكاسل. فالاستبداد مصدر كل زعزعة، والمأساة الأخلاقية التي تسهم في تفكك أي خلية أو تنظيم حينما يميل مسؤولوها لنمط اتكالي من الأوامر وبأساليب تعسفية تحبط من معنويات الفرد وتخلق في داخله أزمات شتى تنعكس على التنظيم بصورة عامة، ولا سيما في الميدان العسكري، إذ تحبط القسوة معنويات الذات وتجعلها في حالة استنزاف نفسية، ناهيك عن جهود الأفراد في العمل وبذل الجهود على عكس القائمين على الإدارة تتنازعهم شهوة السلطة فتفقدهم مرونتهم الجوهرية. البون الشاسع من التفكير بين الطرف السلطوي والشرخ الحاصل والذي يجعل السلطة في واد والشعب في واد، إذ يعكس ذلك حجم الاغتراب المعاش والمعاناة التي سرعان ما تتضخم شيئا فشيئا ليصبح من الصعب مواجهتها، حيث تعمد السلطة إلى تلقين بسطائها ودراويشها بسيل من الشعارات والتبريرات، متناسية حجم الآلام والمعاناة التي يعيشونها، حيث يسارعون إلى تلقين المرء الأوامر دون الاستماع للجند الذين لا يحق لهم سوى الطاعة والتزام الأوامر أيا كان مصدرها ونوعها ومدى نفعها من ضررها، حيث تتلاشى معايير التعامل الإنسانية بين الجند والقيمين عليهم مقابل تفشي الاتكالية وبروز الأنانية الفظة والصلف الذي يمهد لمشهد أكثر قتامة على صعيد الحدث. فالصراع النفسي رافقه الانكسار في النهاية. هذا التصدع والانكسار يمثل ذلك العجز المكتسب والحياة المعضلة في انغماسها بفشل الأسلوب وعجز الآخرين عن الانقياد لحياة أجهزت عليها المنظومة السلطوية بكامل مفاصلها. فالجانب الفلسفي المتجسد في هذا الحوار هو العائق الضخم ما بين أصوات تعاني القمع
وسلطة قمعية لا ترى أبعد من أنفها ولا تقف على معاناة الآخرين أو محاولة منها للخروج من هذا السرداب. فهذا الصمت سبب مع الوقت اليأس والإحباط، ونتج عنه تقبل الاستكانة والخضوع للأقوى، حيث يتنافس السلطويون هنا على نمط تشديد الرقابة وفرض الأوامر لجعل المجتمع قطيعا أعمى لغاية الوصول للغليان الأكبر. فالغالبية تزحف لإرضاء الحكام والمتنفذين، حيث ينشأ الفساد إثر تشرب الخوف بمنهجية، إذ لا يوجد حل سحري للخروج من هذه الكارثة المجتمعية والوصول للديمقراطية بسبب الأمية. وأمام هذه القيود ما يلبث المجتمع أن يحاول لينهض ويتعاطى بشكل أكثر فعالية مع الحياة والأجيال عبر المسير في خضم الوجع لبلوغ المواطنة الحرة. فالأفكار التي تقيم في النفس ولا تبرحها، وبالتالي تعجز على أن تكون جلية لباقي الأذهان، ما تلبث أن تتجمد وتنهار وتتصدع، حيث ثقافة القطيع السائدة في أذهاننا والتي يربيها الساسة السلطويون في مراكز حكمهم جعلوا بالنتيجة مجتمعاتهم تعاني التفكك والاغتراب والعزلة عبر توالي الحقب، وتضطرب الأنظمة المؤسساتية شيئا فشيئا ببروز مبدأ الأنانية والمنفعة على حساب قوت الشعب وصالحه العام. ولا شك أن لتأثير الإيديولوجيات الشمولية دورا في زعزعة استقرار المجتمع، وذلك بتحكمه بالفرد وحصر ذهنيته بالشعارات والأدعيات وما هنالك من طقوس تنحو منح التسليم بمقتضيات الحاكم وشؤونه دون منازع، إلى جانب تجسيد روح الخواء داخل الشخصية إثر تعليبها وحصرها بكل ما له علاقة بتلك الدهاليز الخرافية التي وضع الفرد فيها عبر أطوار حياته المختلفة. تلك السلطة التي تحكمت بالعقل الفردي وأقصته بل أخصته، وكذلك فإن خواء ذهنية الفرد واتخاذه قطيعا يؤدي لبروز العاهات النفسية وشيوع مظاهر الاغتراب والفوضى المزمنة. فتأثير المخدر لا ينجلي إلا في لحظات بدء الدمار والخراب إثر عهود غشاوة وخوف أدى بسيادة ثقافة القطيع بالتزامن مع ترسخ المنظومة الشمولية وتجذرها عبر نمط سلوكي متصل بالعوائد والطقوس الدينية إلى حد كبير. فنكران الموت مشتق من تشبث المرء بالحياة وأخلاقيات التعايش بين البشر. هذا ما تحاول أن تقوله الكلمات التي أشرنا لها في معرض التحليل، الذي لا شك يجلي من غمامة الغموض عنها، ولا سيما إذ نحاول عبر النقد تقديم طرائق ناجعة لقراءة العمل بنفاذ صبر ودراية دقيقة وتأمل لا تعوزه الفطنة والإدراك لمقتضيات المادة الفكرية المنسابة في تلابيب النص. فالحديث عن العراقة لا بد منه بعيدا عن تلك الشوفينية المتأصلة في النفوس بطابع فطري. فالقيم كون قيم الحياة الاجتماعية متصلة مترابطة ببعضها عبر توافد الأجيال، ثم أن سحنات المحيط وطبيعة الأحاديث تشير إلى تلك الروح الغارقة في أتون الأساطير والقناعات الشعبية المشتقة عن اقتران تعسفي بين الدين والأعراف. فحقيقة ذلك الخلاف المتشنج ما بين فريق يؤمن بالحقيقة العلمية وآخرون يؤمنون بأفكار روحانية يتلبسها التقديس الأعمى هو مثار الصراع الجوهري الكامن في رقعة الشرق الأوسط. ولا شك أن التنازع
له إسقاطاته على الحياة الإنسانية عموما، وفي كل المجتمعات على تباينها واختلاف طقوسها، إلى أنه يمثل السمة العامة لجدلية الوجود المكتظ بالصراع القيمي والمنفعي، وعن إشكالية المقدس الذي يبرز كعائق أمام الحياة العلمية. فأصل الخلاف هو ما بين الثابت والمتحول، فما بين ذلك يتحول الشرخ إلى إشكالية اجتماعية، وبين فريقين متضادين متنافرين. فالسذج فكريا هم بالضرورة تتحول العواطف لديهم إلى اضطرابات ومتاهات يصعب الخروج منها، على عكس الذين يجاورون حقيقة الحياة بنمط عقلاني تجريدي، حيث أنهم يسلمون بالحقيقة ويقيسون عواطفهم تبعا لضوابطها، حيث يكشف الأدب عن حقيقة هذا الصراع بطرائق وجدانية ليست بعيدة عن التساؤل وجدل الفكري المتصاعد حول التعريف بجدلية الأصالة والمعاصرة، بما لا ينفصل مطلقا عن موضوع الأديان وتأثيرها الميتافيزيقي على النفس التي تعتقد أن المعرفة لا يمكنها الوصول إلى كل شيء، ولا ينفك المرء العاطفي من استخدام الخيال أو الهلوسات لأجل أن يستشعر من خلالها الطمأنينة ونكران موت من يحب، حيث تتضح معالم هذا التنافس القديم الجديد. وهنا يمثل ذلك التشوه والاضطراب في الحب لدى المجتمع انعكاسا لتحوير قيمه وعقائده. فثمة فئة تقف بالمرصاد لأدوات التفكير الجديدة المسلمة بالحقائق التجريدية دون الخضوع للذائقة الماضوية، فتلك المنظومة السلطوية الهشة أو حتى الحزبية منها كونها وبأدوات تقليدية لا تزال تقف عائقا أمام المعرفيين المتوجهين بخطى ثابتة لغد الاكتشاف والابتكار والتجرد من كل ما يعيق حرية الفكر. فهنا يكمن ذلك الصراع الحقيقي ما بين رومانسية مضطربة تقف وراء محبة المجموع للفرد لدرجة نكران موته، وبين أنصار التجريد التحليلي المتوافق مع مقتضيات التفكير السليم. تعلق المجتمع بالميت وعده من الأحياء يستدلنا إلى الأصولية كمزعم يأخذ به الكثيرون على الصعيد السياسي، انعكاسا لحقيقة المجتمع الغارق في محاكاة الماضي والتفاخر به، والعيش مع الأموات من خلال استحضار مناقبهم وبطولاتهم كتعويض عن الإفلاس الذي يعتري حاضرهم، حيث يذهب للبعيد لمعالجة هذه الإشكالية التي تجدد نفسها كل عصر عبر التمويل السياسي للدين والتنظيمات الدينية التي يعاد تجديدها واستخدامها لوقتنا الراهن. ولعل ظاهرة تمثل الأموات ليست استجابة لعاطفة مجردة، إنما باتت لعبة سياسية يراد منها تدجين المجتمع الحديث بوسائل أشد دهاء ومكر، حيث أن إنكار من يحبون التعلق بالقائد الرمز هو بمثابة إشارة مهمة لظاهرة التقديس الشائعة في حياة المجتمعات الشرق أوسطية، والتي أدت إلى تثبيت وترسيخ منظومة التنظيم الشمولي، ناهيك عن تحديث وزيادة شيوع التكتلات الدينية والولاء للشيوخ والأتباع الذين يضخون الجهالة بمنهجية عبر وسائل التواصل والإعلام المرئي والمسموع، كتعبير عن تضاد التحول والثابت، ليبين لنا ذلك الخضوع للماضي بجلالته وهيبته وقناعاته إزاء فريق يؤمن بالمعرفة ويمتثل لها كونها اليقين الواقعي الذي من خلاله يمكن معرفة صلاحية الشيء من انعدامها.
لنعمد للتحدث عن طرق التعاطي مع الظواهر والحكم عليها استنادا لمنطق يستند إلى الحقائق العلمية. وأخرى آخرون يميلون إلى الروحانيات والماورائيات، وهما في حالة احتدام مليئة بالتأويل المختلفة. نجد أن التأمل بحقائق هذا الصراع لا يفضي إلا لنتيجة أن يعتزل المرء هذا الصخب الهائل ليركن لنفسه، ليغيب في حلقة شداه غامضة. حقيقة الصراع المستمر ما بين الأصالة والمعاصرة من بعدها الفلسفي تذكرنا بنظرية مركب النقص لدى يونغ وإدلر، وتقسيمه للشعور إلى نوعين: لا شعور فردي ولا شعور جمعي، وما بين الفرد النخبوي المتطلع للجدة والترسل باستقبال التغيير، وبين خليط العادات والمفاهيم الشعبية التي تشكل الثقافة المجتمعية. مفارقة مرتبطة بجدلية الحياة والصراع نحو الأفضل. تكمن قمة الصراع الطبيعي بأبعاده وأشكاله من خلال تجسدها بمرور الأجيال وتعدد الأزمنة والظروف التي تنبني من خلالها الحقائق وجملة المؤثرات الاعتقادية، وبين الخرافة ونقيضها الحقيقة العلمية، ومدى الجهد الذي يبذله الإنسان المعرفي في تصديه لقوى الجهالة، وتجسيد الصراع المتمثل بأصحاب الخوارق والغيبيات، وبين ذوات النفوس المبتكرة الآخذة بالاسترشاد للصواب والركون للحقيقة الخالية من الاعتقاد الأعمى. الثنائية المتناقضة، الصراع بين النظام والبديل عنه، بين الثابت والمتحول في الثقافات، وبين المفاهيم الشعابية والثقافة المعرفية، وهو جلي في أتون المتناقضات، فكل نظرية رهينة بعصرها وظروفها، وتنتصر المعارف الجديدة على الذهنية الجامدة الأسيرة لعبادة أفكار الأسلاف والواقعة في أسر الموضوية، وفي ذلك العاكس واقع مجتمعاتنا وتقديسها للفرد لدرجة التأليه والتبجح المقلد باسمه ومآثره، وعدم القدرة على تخطي الفرد وتقديسه من خلال إنتاج بدائل من النخب الجديدة المتمثلة بالجيل القادم. وهنا إشارة لمنطق البساطة والاتكالية الناجمة عن الخواء الذي يسيطر على عقول مفرغة تقبل بنهم على شتى مفاهيم الغيبية، والانغلاق المناقض للانفتاح الذي يكمن في محتواه ومضمونه ذلك الصراع الذي يعكس تساؤلات تحتاج إلى تحليل أدق ومكثف. ليس الحلم في ماهيته مجموعة رؤى وأخيلات متضاربة تعكس الحدث اليومي، بل هو مدلول عميق الكنه، حيث الغبطة الروحية والطمأنينة المفقودة في واقع تتنازعه عوالم الصخب والضوضاء. هذا ما نلمسه في ثنايا اللغة الدالة على أحلام منتهكة وتطلعات طبيعية لعالم طبيعي تتآلى فيه الأحلام، لتغدو متكئا تأمليا لبث الحياة عبر القيمة الجمالية، بمعنى بيانها بصورة جلية للذات الأخرى والعالم برمته. ولا شك أن انغماس المرء بعوالم الحلم الزاهية دليل على تعبها وانهماكها إزاء واقع مأساوي لا روح له ولا أدنى تصور للحلم. واتكاؤنا في هذه الدراسة على سبر رمزية الحلم معناه إيغالنا أكثر حول دواعي خلود المرء إليه، وكذلك لمعرفة خبايا النفس وآمالها المنتهكة على مسرح المأساة. ففي طيات ذلك الهم الواقعي يرقد الوقت المتأبط تلك العقارب الموضوعة في الساعة، فهي لا تتوقف ويستحيل أن تنزل لرغبة الإنسان الحالم، حيث نجد أنها في العميق في مسيرة الإنسان المحاول أن يمسك بتلابيب الوقت والزمن المسرع لصالحه، بيد أن الصعوبات والحواجز دوما تعيقه عن بلوغ مراده، ولا سيما اتجاهات الآخرين وتنازعهم في جعبة هذا الوقت والعمر القصير لأجل تحقيق ما أمكن من طموحات وأماني وتصورات قبل أن يتحطم المرء على مرآها. تلك الرؤى المدرجة بعديد التساؤلات عن مسيرة الإنسان المبدع في ظل عالم مفضي للفناء.
ويحاول على إثر ذلك الصراع مع العوائق والحواجز للظهور بمظهر أنيق يمثل حقيقة الفن في تعانقه مع الخلود. ففي جمالية السعي وراء الحلم لذة الهدوء والعيش في عالم متسامي عن فداحة الواقع المليء بالمسارات الخادشة لحيوية الذهن ومآلات الخيال في غوصنا بعيدا وعميقا داخل لاستنباط الجماليات القائمة على التماهي بالطبيعة والانتصار لها كشكل وجوهر. والوقت هنا هو العامل الباعث على بذل الجهد. تحديه يشير هنا ليأس يحيط الإنسان الساعي لبذل الأفضل أمام موجات التغيير والصراع القائمة. فأمام هذه القتامة الكونية التي يعيشها الإنسان لا بد من أن يقصي كل العوائق في سبيل الهناء بلحظة حلم مشتهاة بعيدة عن أوجاع العالم والسياسة ومهالك الحروب وخواء الفاسدين. هذه كانت الرسالة الأكثر جلاء ضمن مسيرة الإنسان المعرفي، سواء كان فنانا أو مفكرا أو أديبا، وذلك بالدفع بالعديد من التساؤلات ليتم إزالة النقاب عنها لتظل محل رحابة ونهضة وتنوير. وعبر ثالوث الحلم، الوقت، الصمت، حيث يظل الحلم صمام أمان لمواجهة الواقع المهتز، ويظل الوقت بمثابة السيف المسلط على مدركات الساعين لبلوغ المراتب البعيدة. وأما الصمت فيمثل خلاصة البحث والسعي والمواجهة في خضم كون متلاشي مهما طال الزمن. ففي ذكر الأماكن تنفتح فسحات الحنين لدى المتلقي مع إيضاح قدم وأزلية علاقة الإنسان بالوجود، لأنها علاقة بالذاكرة والجذور وتأصل بكل ما يمته الوجود من ملامح وثغرات يتم من خلالها الولوج للتقاليد الجمعية التي تعاقد عليها البشر. ومنها جاءت القيم الطبيعية لتعزز صلاحية المفاهيم الخامة. ولعل المغزى من تجسيد الألم الفردي هو التسليط على الجوانب الواقعية من حياة المجتمعات في ظل العزلة والاحتقان بمضامينه السلبية. فالبحث عن قيم المجتمع والحديث عن ذلك ضمن نصوص مشبعة بالشجن وولوج الذات تجاه عزف الآخر، حيث يحرص سارتر في جعل الآخر جحيما. ففي تعبير سارتر أن الإنسان لا يمكنه إنقاذ نفسه من تساؤلاته وآلامه، حيث يبحر في الوجودية ليجد أن الآخر يمثل للمرء العائق. وبكل الأحوال يبذل المعرفي المبدع مجهودا في ظل أي خطاب أو نص يحمله للمتلقي ليبرهن عن ذات المشكلة الوجودية التي تؤرق مسارات حياتنا برمتها. إذن فالإنسان الوحيد من يحمل خياراته إزاء الوجود المعلن ويتحمل نتائج اختياراته ونعوته تجاه الأشياء والظواهر. وكما أن الآخر يشكل العائق المثالي لسيرورة حياتنا برمتها، غير أننا ندين له بالفضل كونه الحلقة الأهم في تعرفنا على ذواتنا وكيفية الأخذ بها في الحياة. جدلية الذات والآخر في سياق البحث عن المشكلات الوجودية ومعرفة المدى المجدي من الخوض فيها. ولعل وجودية الوجع في ذاكرتنا تتدخل في نظراتنا الجدلية لحتمية مسار الحياة القائمة على الارتقاء للفناء. ولكن ديمومة الماضي في الإنسان تزداد تأصلا وما تلبث أن تطفو على السطح. وفي حديثنا عن سارتر وبيان مقولته أن الآخر يمثل الجحيم دلالات هامة. فهنا قال سارتر في جلسته في مسرحيته الجلسة السرية إن الجحيم هم الآخرون الساعون لإثبات منهج حياتهم، وكذلك لإغراق ما في جعبتنا من أهوال وعوائق يزرعونها جاهدين في طريقنا. وهكذا فإن المسعى الإبداعي الذي نبثه في دواخلنا يمهد لجدلية الأنا والآخر على نحو مفصح أكثر. فنقول أن العاشق مثلا يطمح إلى أن يرى ذات المحبوب تتلاشى في ذاته، بينما
في صميم المشهد الواقعي نجد أن الأفكار تتهافت لصنع مذهبها الحي بعيدا عن الرؤى الوجدانية المباشرة. فلا شك أن الرغبة في الحل والاحتكام لمنطق أن الحياة هي خليط من مفاهيم غير مستقرة وأحلام تغزو المرء، وما تلبث أن تنال منه قسطا يسيرا من التأمل، مما يجعل الذات المبدعة تحاول جاهدة للوصول بالحقيقة الإبداعية إلى مبتغاها الهادف، وهو صناعة طرائق مفيدة من الارتقاء بوعينا التحصيلي الناتج عن خبرات وحوافز وإمكانات نتبادلها من جوهر هذا التنازع. ففي موضوع سعي المحب للتوحد بجزئه الآخر، وهو ما يشبه علاقة المبدع بأدوات إبداعه ومن ثم بوجوده، بيئته ومشكلاتها، فلا شك أن ذلك يتحقق بعملية الاندماج الكلية مع تلك القضايا لتصبح العامل الأقوى للإبداع. فالاندماج مع الذاكرة هو غير ذلك الاندماج المتحقق في العلاقة الوجدانية بين الرجل والمرأة، ولكن يوم يتحقق هذا الاندماج يفقد العاشق شخصية من كان يحب ويستعيد عزلة الأنا. هنا نجد أن الأنا هنا هي المفصحة عن خيارات الذات في تشظيها وبحثها الدائم عن حلول لوقائع تتوسط الماضي والنزوع الاستشرافي للمستقبل. ثم إن كان الحب يعني رغبتنا في أن نحب، فهو يعني أيضا انقيادنا نحو السبر ماهية الارتقاء للأفضل في طلبنا للخير الأقصى بما سماه الواقعي. فالهاجس الإبداعي برمته والمعرفي على نحو خاص، وما نعنيه بالمعرفي هو ثالوث الأدب والفكر والفن، يمعن أكثر في إشكالية الذات والآخر، واصفا في الآن ذاته سعي الذات للتوحد بالآخر وجدانيا. ويعني أيضا أن يريد الآخر حبنا له، أي أن يكون في حاجة إليه. من هنا تتحقق جمالية المسعى، وكذلك يتحقق الشرط الإبداعي في البحث عن الحياة التي يرتقي لها المعرفيون في المسير بهذا الموج المجتمعي نحو حقيقة الوجود الحر المحكوم بالجمال، رغم جدلية التنازع القائمة في كل ركن وصعيد وتحكمه بكافة المسارات والميادين المختلفة. إذن فوجود العاشقين هو في تنازع دائم كأي وجود آخر، ولعل عشق المرء للطبيعة للحياة المتأصلة بروح المكان الجبال، فكلما كان الإمعان في ذاتنا عبر مرايا الوجود كلما بانت حقيقتنا الجميلة أكثر واتسعت باتساقها وتناغمها مع الطبيعة. هكذا يكون الوعي بالجمال خالصا، وتكون للحكمة دلالتها، كون الحكمة هي ابنة الجمال الكامل في الوجود. ولا يتحقق وعينا بالوجود دون إيغالنا بالسحر في هذا العالم المكتظ بألغاز النشوة الخلابة، عبر التجوال في مداه المطلق للتعرف على الذات. وهكذا فالوجود الذي بدأ لنا كأنه النعيم المقيم لا يمكن أن تنجلي خباياه لو لم يكن ثمة وعي فردي والأنا، الأنا التي تعمل وتكد وتقرأ وتسبر الأغوار. فهذا يشكل حقيقة نشدان المعرفي للخلاص من قيود المفاهيم المتحجرة. ولا يدرك المرء نعيم الانسياق لمطلب الحب دون التأمل في مجريات الزمن والمكان في توأميتهما، حيث السر الأجمل في استدعاء الجوانب المتعلقة بالفن والعلوم. ينبجس كل شيء من خلال جدلية الفرد والطبيعة في خضم الموجودات، وبيان ذلك المجتمع في ظل الترابط المحكم بين أنسجة الإبداع الحي المقيم في الوجود وبين مطلب الذات الفردية في التقصي والإبداع والإيغال بعيدا نحو الجمال. وما النقد إلا جزء مكمل من العملية الإبداعية، وهو تماثل آخر ووجه مقابل لجدلية الفرد والطبيعة، الوجود والموجود، المبدع للنص والموغل للنص. الفلسفة وشارحها إن هذه الثنائيات المتقابلة تستكمل فصول بعضها الناقصة، حيث أن النقد
يتغذى على النص الجاهز، وحيث أن القيمة الإبداعية تنجلي بتمامها حين الإيغال التحليلي التأملي في ثناياها، وهكذا دواليك. هنا إشارة مهمة للآخرين الذين يحولون بيننا وبين حياتنا وتأملاتنا، حيث يبقى وجودهم الجحيم المهدد لكل ما نحتاج ترتيبه بحياتنا. ولا شك أن ذلك العائق الذي يقف بين الذات والتأمل الخالص هو الذي يتحول مرارا إلى جحيم وشر بسبب وجود الآخرين غير المدركين لجهود المرء لصيانة الروح وتنظيم دوافعها واحتياجاتها، غير الآبهين الجمال الذي يكمن في الجموح للطبيعة والاستفادة من مزايا الجمال. هذا ما جعل الغضب والحنق هو النتيجة التي تتصدى لقوى القبح والتشويه التي تقف حيال أفكارنا وأحلامنا وطموحاتنا في تلوين حياتنا بالجمال والتأمل والمعرفة الدؤوبة. جدلية وجود المبدع إزاء العائق البشري، العلة الكامنة إزاء صيرورة الإبداع ونقائه، حيث يكون الآخر متطفلا على الإبداع غير عارف أو آبه لقيمته الداخلية، في إشارة أن وجود الآخر يمثل الإشكال عادة في السير بالجمال لمساره المأمول، حيث نجد سارتر يرى في الآخر العلة ويرى وجودنا كذات عالى عليه، فيقول سارتر الغير هو الآخر، الأنا الذي ليس أنا. وهنا تتكون الرؤية المعرفية نحو تحسس مفاتن الجمال والانغماس في مدلولاته الحميمة والانقياد إليه. يهبنا آليات دفاعية تتخلص في إبداء الحرص عليه إزاء فئة تستعبد هذا الجمال وتقصيه. لماذا التنازع؟ هنا يمثل في الحقيقة الهدف من الصراع وتلك الجدلية الوجودية، حيث ثمة فئتان: فئة مرهفة مبدعة تسوس حياتها عبر اعتمادها الحياة الفطرية وما يتخللها من إيمان بجملة قوانين عبرها يتم تنظيم الحياة بمثالية ما، وهذا ديدن الطبقات الباحثة عن حياة أكثر هدوء ومعنى في الصميم الذاتي. مقابلها فئة منفعية تؤمن بالاحتكار والسلطة، كونهما أس حياة هذه الفئة ومبلغ اهتمامها، إذ أن الجمال بالنسبة لها هو حيازة الأشياء، وتجلي الجمال هو في الربح والنفوذ. إذن هناك مذهبان متمايزان، واعتمادا على حجة تحليل لغوية تتمثل في تأويل وتفسير كلمة ليس، نجد أن الحياة لا تعاش إلا على مبدأ التنافس والغيرية، في تقديم مذهب على مذهب، وكذلك اللعب المكشوف على وتر أن البقاء للأجدر. الزخم الإبداعي في تصادم مع العبقرية النفعية، وجل مطمح العلوم الإنسانية أنها تبحث عن الإنسان خارج دائرة العلم المرتبطة بقيود العقل وتصوراته، وكذلك بعيدا عن الجنوح العاطفي في اعتماد الوجدان كميزان لتصحيح المسارات المغلوطة التي اعتمدها البشر في أطوارهم التاريخية المليئة بالمغازي والعبر في تطويعهم الفكر لأحد تصورين: إما الاسترشاد بالعقل المطلق أو العاطفة المطلقة التي لا تؤمن بأن المعرفة قادرة في جوهرها على استيعاب كل شيء، بما لا يتفق مع مذهب العاطفة التي تدين بالروحانية قادرة في جوهرها إذن على استيعاب كل شيء، بما لا يتفق مع مذهب العاطفة التي تدين بالروحانية التقليدية حينا وبالتجرد نحو الإبداع حينا آخر. حيث يستنتج سارتر أن هناك عدم وانفصال وتباعد بين الأنا والغير. الحروب التي تشن على الأنظمة الشرق أوسطية بزعم تغيير أنظمتها هي في الآن ذاته
تحمل في جوهرها استبدال المأساة بواقع يتخلله الضجيج والافتراء والفوضى، في إشارة إلى أن التغيير لا يفرضه الخارج، بل تقف خلفه الإرادة الجماهيرية الواعية. فالإدراك لضرورة التغيير هي حاجة المجتمعات، لكن القوى الخارجية من تتلاعب بخيوط اللعبة ظاهريا، حيث الصراعات التي لا تكاد تتوقف وتهدأ، والواقع السياسي المتلظي بنيران الاستبداد والتدخل الخارجي. فإدراك المعضلة الحاصلة في جذور المجتمع المكبل بأغلال الوصاية وتفشي علل السلطة في مؤسساته هو المرجو في عملية إنتاج النص الإبداعي، وقد تم اعتماده لجعل تجسيد الواقع والفكرة الممثلة الحل هو جل الحيز الذي يشغله النص الشارح لمظاهر التفسخ والتشرذم وغياب البوصلة. فأي إدراك يقف عند مستوى الجسم وما هو ظاهري يصبح معه الآخر مجرد موضوع أو شيء، لكن في واقع رصد معاناة المجتمع كان لابد الإشارة إلى أبعاده النفسية ومآلات النظام القمعي داخل بناه والفوضى الحاصلة التي رافقتها الصراعات الخارجية، والحديث في ذلك الموضوع طويل وشائك. وفي الحرب تتضاءل إمكانات السعادة الهادئة، فيصبح التأمل في المكان المدمر والاحتجاج على الانتهاكات التي استقرت تماما في قلب الذاكرة حديث الشجون أبدا، وكلها طرق لمداواة تلك الكرامة المستباحة، تارة عبر سياط الجلاد، وتارة أخرى بسبب الحرب التي من فكت تدور رحاها لتفتك بالآمنين، حيث يتم التقاط أفخم صورة لأبشع لقطة جريمة مبتكرة. نجد التركيز على معاناة المرأة في الحرب كونها تحتمل كل تداعيات ونتائج الحروب التي يصنعها الرجال، ذود النساء عن الأبناء الجرحى اعتمادا لتجسيد علاقة الإنسان بالمكان وعلاقته بالآخر، وكذلك نظرة المجتمع للمرأة من كونها المخلوق الأكثر تحملا لغطرسة الحروب، مما يستدعينا هنا للنظر إلى الحدث استنادا لتعامل الإنسان معه كمغزى لتلك العلاقة بين الأنا والغير، حيث يقول سارتر إن العلاقة بين الأنا والآخر هي علاقة تشيؤية ما دام أن كل منهما يتعامل مع الآخر فقط كجسم أو كموضوع أو كشيء لا تربطه به أي صلة. والرصد للحدث إنما هو بحث عن هذه الجدلية برمتها، وكذلك عقد تقابلات وروابط فيما بينهما، إيجاد المغازي في تقابلاتها، وإخراج المشاهد لساحة التأمل لتكون ميدانا للاستقصاء والبوح الأعلى في نسيج الدراما الوجدانية العاكسة للأفكار على نحو مختلف. فلا ينظر للجانب الدرامي إلا من سياق جدلية الذات والآخر، كونه العاكس لحالات الإنسان وأطواره المختلفة مع ما يقابلها من سبر نحو ماهية الترابط الفكري الكامل وراء عرض المشاهد، وإبداء المواقف المباشرة تجاه الحوادث الحاصلة في المجتمعات والمتحكم بمصائرها وطرق تفكيرها وآليات بثها لاعتقاداتها. ولا شك أن العلاقة المكانية منحصرة في جدلية الثنائيات وما بينهما من علائق وعوائق متباينة، وإن تم ذلك البحث عن القرائن التي تحصر علاقات المجموع في سياق الجدلية التي تعم كافة الموجودات على اختلافها، فلا تفصح الكتابة فحسب عن الحديث في نتائج الجدلية الجارية في الوجود، بقدر ما تحاول نقل ذلك كحصيلة تجارب للإنسان ضمن سياق التعاطي الدقيق للعلوم الإنسانية برمتها، كونها تجعل من الإنسان المحور والغاية الأساس لفعاليتها ووجودها، حيث لا تعنى القصة الواقعية كثيرا بسجالات الفلسفة المتشعبة، إنها تنقل حصيلة الوجدان والإدراك للإنسان عبر المشهد والحوار، وكذلك بيان اللغة الجمالية مدى تأثيرها وتأثرها في محاكاة الذوائق العامة، وكذلك
مسيرها في ركب العطاء. نتمعن بمقولة يوحنا إستوسينجر في كتابه لماذا تذهب الأمم إلى الحرب، إلى أن كلا الطرفين سيدعون أن الأخلاق هي مبرر قتالهم، وهو ينص أيضا على أن الأساس المنطقي لبداية الحرب يعتمد على تقييم مفرط في التفاؤل لنتائج القتال، الإصابات والتكاليف، وعلى التصورات الخاطئة لنوايا العدو. المقامرة هي التي أودت بالمجتمع إلى نفق هاوية غير معلنة، قادتهم ليكونوا وقودا لجشع أرباب الاقتصاد ومافياته. وهذا ما يحيلنا للعودة لسارتر حين قال: الأنا لا يدرك الغير كما هو في ذاته، بل يدركه كما يتبدى له ضمن حقل تجربته الخاصة. وهذا يعني أن نظرة الآخر، أن نظرة الأنا للغير هي نظرة اختزالية وإسقاطية، فضلا على أنها نظرة سطحية ترتكز على كثرة متنوعة من الانطباعات الحسية، ولا تنفذ إلى أعماق الغير من خلال الاقتراب منه والتعاطف معه. وجوهر القضية هو دوام التصارع وتغليب التوجهات على أخرى ضمن اللاحل، حيث يتهافت البشر على تشبث بقناعات على حساب إنكار أخرى، ويعمد المتحكمون لتسعير هذا التنازع وفق مصالحهم وأجنداتهم. وهكذا فالنظرة تجاه الغير هي حقا كما رآها سارتر اختزالية، بمعنى أنها متمحورة في نطاق الأنانية العملية المتشبثة في ماهيتها بقناعات تسيرها، وإسقاطية تعتمد على الواقع في بروزها نحو جملة المنافع المحددة. لعل في رحلة البحث عن الأفضل في تفاصيل النص التأملي تكشف لنا النقاب عن الفترة التاريخية المتشظية بالأحداث، وعن المعنى من الكتابة الواقعية التي تتخللها الأفكار المفصحة عن تصورات كان لابد منها أن تشكل سجالا كثيف المستوى بين الناس، لا أن تصل النخبة دون عموم الفئات، حيث لا تحتمل الكتابة الواقعية الحقة أن تكون حبيسة الفنون الكمالية، بل تحت الطلب دوما كونها عاكسة للحاجات الإنسانية الطبيعية، وهي بدورها ترتقي عن النصوص التخيلية، حيث الأخيرة تخاطب الذائقة وتداريها، بينما النص الواقعي خلق كخطاب تهييجي للجماهير المتعبة. ففي زمن تصارع النظم الاستبدادية واستماتتها للبقاء وصية على جماهير تعاني من الغليان المستمر، فالتأملية السياسية لطبيعة الواقع، النهج القويم في حياكة الحدث وترويضه، وتقديم إجابات شافية لعقول متورمة تحت ضربات المطرقة اللاذعة التي ما تلبث أن ترفع كل ما يعمها من حزم وجلد أمام المتلقي العازم على الفرار من الترهل العام، هاربا لفسحة الإيجاب، عازما على التفوه بما يجب إزاء مشاعر العجز والنفور المصاحبة للاستبداد والحرب، كونهما المتناوبان أبدا والمساهمان في تفشي الأزمات الفكرية والنفسية في المجتمع، حيث الجميع يتفيئون تحت ظلال السلطة الموهوبة في افتعال الحروب والاستمرار في الهيمنة، حيث يلتقي الخصوم الأبرياء ليساعدوا بعضهم بالتزامن مع حرب بعضهم بعضا، لتثبت لنا خيرية الإنسان في ماهيته، من كونه في الجيش مجرد مأمور يعيش تناقضا لاذعا بين أن يكون ذلك الآتي لإنجاز مهمة حسب الطلب والأوامر، وبين أن يكون ذلك الإنسان الذي ما يلبث أن يستيقظ ليعبر بصدق عما يخالف المهمة، وهو أن البشرية في احتضار واستنزاف جراء حروب عبثية لا تجلب سوى الدمار العام لجميع الأطراف، حيث الوجود سفينة ودمار جزء منها لو بسيط يعني فناء من على ظهرها. فالانتصار للإنسان يعكس في مضمونه ثقافة عالية المستوى، ويتجلى من خلالها إرث الحضارة العاقلة التي بشر لها المعرفيون منذ الأزل، واستطاعوا
صونها عبر اعتمادهم على التواصل الفكري وتدشين أواصر الحب عبر أسسه المبنية المتينة المتزامنة مع أفعال السلطة المولعة بالحروب والاحتكار الربعي. فعقد الأواصر الفكرية المشتقة أساسا من العلوم الإنسانية يعطي دلائل يمكننا اختزالها فيما يأتي. إيجاد البديل الحقيقي عن مظاهر التنازع الإيديولوجية التي سادت الخطاب القومي والمذهبي وإبراز قيم الحياة الفعلية عبر البحث عن خيرية الإنسان وطبيعية دوافعه الأولى، فيما لو تجلت حيث اعتمدت الكتابة المعرفية على إظهار النداء الروحي الجمالي الخارج من مدركات الإنسان المعرفي في إنهاء الكوارث التي تتم بيد الإنسان. تتضمن أيضا التعريف بالإمكانات الفعلية للإنسان في مواجهة العوائق التي تحول ما بين ذاته وقناعاته الطبيعية. ولا شك أن التعاطي الإنساني للمأساة والتعاطف معها هو نشاط حقيقي وجداني لممارسة الطمأنينة المفتقدة في زمن الحرب والتصارع الوحشي. الاعتماد على التعريف بجودة الفعل الإنساني المتأتي من روح الطبيعة التي يجسدها الإنسان الساعي لعقد الأواصر الطبيعية بينه وبين الضحية عبر تجسيد مظاهر هذا التعاطف، الأمر الذي أحالنا لتفسير الدوافع التي تقف وراء عملية صناعة الخير، وهو إحقاق الجمال الكامن لدى الإنسان الطبيعي. السعي وراء فعالية الطبيعة الخيرية لدى الإنسان وتجسيدها على دوافع الرغبة والهيمنة التي يتم استثمارها لاستنزاف موارد الشعوب والتحكم بها عبر التصارع القويم ضد ممارسات تنم عن ضعف لا بد من محاربته والانتصار ما أمكن لقيم السلام الحقة. بيان حقيقة السلم الطبيعي المستوطن نفوس الجماعات الهاربة من البطش، والتي تشكل المرأة النسيج الرئيسي المتأثر بكل انهدام على مستوى المعايير الأخلاقية المنتهكة في الحروب، وكذلك خلق الحلول الواجب العمل بها لتخليص المجتمعات من إفلاس المنظومة الربحية لهثها وراء المنافع على حساب الدمار على كل المستويات. فالتوصيف اعتمد على محاكاة الداخل أكثر من الحواس، فساد السلطة المستبدة، نهبها لقوت الكادح، استخدامها لمختلف الحيل للتمادي والاعتداء على تلك الكرامة المستباحة، الأمر الذي يحرض في داخل هذه الفئات روح النقمة والاستياء. معالجة هذا الواقع المنكوب، فالعوامل الطبيعية هي أحد الكوارث المحتملة على الجماعات الفقيرة، وهي بمثابة الألم الأكثر تجليا، لأنهم يندفعون بمواجهته بأبسط ما لديهم من إمكانات. لكن الأمر الأكثر ألما هي عقلية المتنفذين الجاثمين على صدورهم المنكبين على أرزاقهم واحتياجاتهم، بدلا من أن يقفوا إلى جانبها. وهذا ما يجعلنا نذهب للتحليل حول صراع الطبقات الاجتماعية في تفسيرنا لتلك التداخلات فيما بينها، والتي تفرز فيما بعد هذا الانقسام الاقتصادي والاجتماعي والصراعات من باب عرض الفلسفة السياسية الماركسية الساعية بدورها لمعالجة هذه الإشكالات التي تصيب المجتمعات منذ القديم، والتي تفرز فيما بعد هذا الانقسام الاقتصادي والاجتماعي والصراعات من باب عرض الفلسفة عرض هذه الفلسفة الماركسية السياسية هي بدورها تجسيد تلك الإشكالات التي تصيب المجتمعات منذ القديم، حيث أن الحكومات هي وسائل معاداة لحياتها وعملها. ولعل كارل ماركس وفريدريك أنجلوس هم الذين أكدوا الانتشار العالمي لهذا المفهوم، حيث أشاروا مرارا في حديثهم عن هذا الموضوع الكبير بتمثلهم بنتيجة أن هذا الصراع المعقد هو محرك التغييرات الاجتماعية والتاريخ الحديث. تجسيد حقيقة هذا التنازع الرهيب بين أرباب القوة والفئات المنكوبة، تلك المعانية من الفقر وشظف العيش. ولعل الشرخ الطبقي يشير إلى
حقيقة أن الحكومة القائمة هي من تعزز الهوة بين الطبقات، ولعل اللعب على وتر التحايل المكشوف على المجتمعات المنكوبة هو الأمر الذي يسهم في خلخلة المعايير والقيم الأخلاقية داخل المجتمعات بشكل عام، مما نجد السلطة إزاء ذلك تقوم ببث ونشر تصرفاتها السلبية داخل أوساط المجتمع وفئاته، حيث تحول بعضهم إلى تابعين لها، وهؤلاء التابعين يقومون بأداء مهمة أكثر شناعة منها، إذ أنهم يقومون بتحويل النهب والسلب إلى قانون مستدام، وهذا هو الأبشع والأسوأ في تاريخ المجتمعات، ناهيك عن الفقر لما له من تداعيات ونتائج كارثية في حياة المجتمعات، مما يجعلها في حالة قلق واغتراب كلية عن القانون الضامن لحقوقها الطبيعية. رصد النفوس المضطربة نفسيا جراء هذا الوضع الصعب الناجم عن الإهمال في مظاهره الإدارية، وذلك العجز المرافق والذي أساء للحياة برمتها، مما يضع السلطة في خانة المسؤولية، كونها مشغولة بجمع الضرائب وامتصاص طاقات الشعب على جميع الصعد لتحقيق أهداف غير مشروعة، وإبقاء الحياة كما هي خانقة ومعلولة، فالإنسان العامل مرغوب به بدوام وجود طاقة له، وعندما يهرم ويصبح عاجزا عن العطاء كما في السابق يرمى في قارعة الطرق، إذ لا تأمين ولا ضمان له، حيث يصبح في وضع خانق لا يمكنه فيها أن يحترس قمع السلطة لقوله الحقيقة، حيث أن الشعب هو المسؤول عن فساد مرؤوسيه، وصمت الجماهير قادها لتكون كالقطيع الذي يذعن لرعاته، حيث تلك السلطة هي التي تلتف حولها مظاهر محاباة الأقارب والمحسوبيات، الأمر الذي يجعل من باقي الفئات تعاني الحرمان إثر تفشي الرشوة والابتزاز، وتحول المدن لمحميات مافياوية يديرها متنفذون يمارسون سطوة النفوذ والاحتيال، ولا شك أنهم على الجانب الآخر منشغلين بنشاطات إجرامية أخرى كالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة، ضياع الحقوق والجهود في تلك المؤسسات الخامدة من أي حراك ونهضة وإنعاش، والاغتراب هو السائد، وهو المناخ العام الذي يسود في سحنات الناس وتعبها، وما تحمل تلك القسمات من نقمة وتذمر على حال سلبية تتفاقم يوما بعد يوم لتصل لدرجة الغليان العام. فما يحدث من وبال على المجتمع يحدث لعدم وجود يقظة مسؤولة تفعل فعلها، فالسلطة قامت بتلقين بعض فئاتها بحب التبعية والمحاباة، وكذلك عمدت عبر رجالات الدين إلى جعل الطاعة العمياء للمرؤوسين من طاعة الرب، وهكذا تم تحقيق مبدأ التبعية الخالصة بين الجماهير وسلطاتها. لهذا فالمجتمع يتحمل أوزار الظلم الواقع عليه لعجزها عن تفهم عللها، حيث تصوير الذل القائم يعتبر بحد ذاته مدخلا لرؤية نقدية لا تكاد تتوقف، فغاية الكتابة الحقة هي تحريضها للعقل على التمرد والقفز للأمام، فانغماس الذات في نواقصها لا سيما وإن كانت غارقة في أتون السياسة وأعرافها أمر يعم الذهن في أقصى ساعاته، لا سيما وإن كانت هذه الذات تعي الحياة الطبيعية دون التواءات وانحرافات فردية عن قيم الحياة الخامة، فهي الأكثر تعرضا لحقيقة الألم الواقع. فالحوادث على الدوام تؤثر في موازين العمل وتشيع عن حقيقة الصراع التي تتناقلها الأجيال عبر أطوارها المختلفة، حيث يحدثنا المعرفي عبر صراعاته في خضم تجاربه الحزبية حول تسخير الحزب للمبادئ واستثمارها شكليا دون هوادة، حيث تتجلى تلك الأبعاد المتناهية التعقيد في خضم هذا الجدل
الذي يعم الشخصية الناعتة نفسها بالغباء، حيث أن الصراع ما بين الفئات وفق مفهوم الأكثرية والأقلية لا يكاد يهدأ، بل هو في تصاعد، ليكشف لنا بطريقة ما عن حقيقة الصراعات السلطوية التي تستنزف حقيقة المبادئ التي يتحلق حولها الأفراد بغية تحقيقها، ليتجسد لنا الصراع بوجهه الحقيقي. في أي الفئات ينتفع أكثر على حساب الباقين وعلى نحو متشابك؟ الأعضاء ممن يعيشون خضم الصراع المعيشي هم الأكثر معاناة تحت الضغط النفسي الفردي في ظل الجماعة. في الحديث عن مختلف الجوانب المتعلقة بهذا التنازع العبثي بين طبقة تعاني التخمة وأخرى تعاني الجوع. وفي خضم هذه الطبيعة المعقدة تتداخل كافة الجوانب ببعضها لتؤلف سيلا لا منقطعا من التوتر والاحتقان المتشابك، والذي له بلا شك تأثيرات متعددة تنم عن كثافة في الكدح والعنف، وما يتخلله من قلة حيلة وضبابية في الأفق، إذ تتشرذم الأصوات وتعلو وينعكس صداها على ذاتها دون معنى، ويبقى الحل عالقا في الجو. حيث تعرف دائرة المعارف الأمريكية الصراع بأنه حالة من عدم الارتياح أو الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أو أكثر من رغبات الفرد أو حاجاته، لكنه هنا بالمعنى الحزبوي بات يعكس ذروة الاحتقان والتوازن والتنازع، حيث أن الصراع بين طرفي القضية المضخم والجائع له دلالة طبقية بعيدة، فانعدام التوافق والتوازن في حياة الفئات وانقسامها على احتكار القوت هو ما أفضى لحقيقة هذا التنازع الخطير. فالحديث حول الكفاح يمثل المطلب الأكثر معيارية في حياة التنظيمات، بيد أن التنافس على الألقاب والأوسمة أيضا باد، حيث يأخذ الصراع أبعادا متعددة تعكس عدة رغبات يدور بعضها في فلك الكفاح الجماهيري، وأخرى غايتها كسب المواقف ولفت الأنظار حول ردات الفعل ومعطياتها في المعنى السياسي العام. فالأفراد والجماعات ماضية في تدشين هذا الصراع سلوكا ومبدأ، وجبهات متعددة، منها ما هو بمواجهة الخارج ومنها ما هو بمواجهة الداخل، أي بمعزل عن التحديات الخارجية. ولعل الوجهان المختلفان للصراع الداخلي والخارجي متشابكين ومتداخلين بأشكال معقدة ومتباينة، وبجميع الأحوال فالصراع يتركز في النهاية بين طرفين يشتركان في القوة ذاتها والعنفوان ذاته في إتمام هذا التنازع القائم، عاكسا بمجمله صراع الطبقات سياسيا أو قبليا أو دينيا. واللا توافقية هي التي تطفو على السطح في كل ميدان. ففي قاموس الكتاب العالمي فإنه يعرف الصراع بأنه معركة أو قتال، أو بأنه نضال أو كفاح، خاصة إذا كان الصراع طويلا أو ممتدا. لكن الطرف الأكثر انغماسا بالعفوية الفطرية التي لا وجود لها في ظل هذا الصراع الممتد تحت ذرائع شتى، حيث التصالح مع الذات للحيلولة دون أن تتفسخ وتتلوث في زيف ما يحكى ويقال ويحاط من مواثيق ومفاهيم خارجة عن المعنى الطبيعي من بحث الإنسان للقيمة وتحسسها بكليته دون إملاءات أو ضغوط. فلا يمكن عزل العواطف الذاتية عن حياة مليئة بالتحديات والعوائق، فهو يقف إلى جانب الإنسان المتحرر من تلك الفوضى الخالصة المحيطة جوانب الحياة المتعددة. فالانزياح نحو الحب والوجدانيات عموما هو بمثابة البحث عن السكينة المفقودة في زمن يتداول النزاعات دون معنى، لعل في ذلك اشترار تلقائي للصراع دون وازع، الأمر الذي يشكل للإنسان رغبة مستدامة للخروج عن هذا الصراع والبحث عن معنى آخر خارج هذه الدائرة المعقدة. فتشبث بالحب هو الملاذ الأخير الذي يمكن للمرء أن يوظفه ليتفادى شبح الإحساس بالمرارة وانعدام الأمل. لهذا
فالاتكاء على السند المعنوي حيث تختفي تلك الهالة الموجعة في مشهد مواكبة الصخب في حديثنا عن عوالم النفس التأملية واستخدامها كوسيلة لصون النفس من مشاهد الكآبة الناتجة عن التنازع الذي لا روح له ولا أثر. فالنزوع نحو الخلاص الذاتي أمر لا بد منه إن ضاقت السبل في مواجهة الزيف ورواده. ففي ظل عزف وتجبر السلطات القامعة لا خيار للمجتمع إلا بقبول أحد شيئين، وهما الرضوخ أو الانتفاضة. إذن فالكتابة الدرامية هنا لا
الارتقاء، حيث تلك الأنفس التي لا تموت بل تعود لهيئتها الأصلية
القضاء على التعاقد الفطري الطبيعي بين الجماعات. ولا شك أن ابتزاز الجماهير بقوتها هو دليل على تدمير مقومات نهوضها وتهديد لمعاييرها الاجتماعية، حينما أكد هوبز بأن التربية تشكل عمودا أساسيا لبناء المجتمع السياسي المعافى. تلك الحرب لا تغدو في ظل الفوضى سوى استجابة لغايات الأطراف المتحاربة، والتي تدعمها الدول المستفيدة من هذا التفكك والانقسام المجتمعي إلى جانب نزوح أفراده، الأمر الذي يسهم في حرب الأفراد ضد بعضهم البعض لإبراز معالم حرب الكل ضد الكل. فلا شيء يقف في ردهة إحساس السارد سوى الموت المتعدد بأسماء ونوعيات مختلفة، موت من مرتزق أو من قناص أو من ثائر مزعوم، وهكذا تتعدد الأشكال لهذا الموت الواحد. يجعلنا نركن للتاريخ مليا ونفحصه لنجده المساحة المكتظة بأمجاد الحكام الشخصيين ومحاولتهم للإبقاء على سطوتهم ولو على حساب دماء الأبرياء. هذا التوحش الذي يستشرس ويحول دون نمو الزهور والأشجار، وكأن الإنسان لم يعرف البناء والفن ولم يقم بصنع ما يسمى بالحضارة لتكون سموا بالنفس لا إذلالا لها. فثقافة الحرب وأدبها إن صحت تلك التسمية هو تجسيد للويلات على نحو واقعي ومؤلم جدا، وكذلك محاولة لاستثارة روح الإنسان لدى الذي تحول بينهم وبين الإنسانية هواجس التصارع والغلبة، حيث تغدو الحدائق وهما أمام ألسنة اللهب المستعرة والقصف الذي يهبط يمينا وشمالا. فالألم هنا ليس رديف اللذة في تتبع جمال المكان، لكن نداء الحضارة والعراقة أقوى من غرائز التوحش الذي تطبع بها السلطويون وأثرياء الحرب وتجار السلاح. العودة لمسالك الصفاء والتمرس بثقافة الحياة كبديل عن امتهان الفناء وتدمير الموجودات البشرية والطبيعية. التأكيد على عظمة الموجود باقترانه بالمعايير الأخلاقية التي تنتصر لنداء الواجب، وفي ذلك تتحقق أواصر السلام بين الموجودات على قاعدة السلم البشري. اتخاذ تدابير قيمية في ظل احتدام الصراع الغرائزي في تقاسم الموارد والنفوذ، وإبراز أدب ينتصر للسلام كحقيقة للتعايش السلمي بين الشعوب التي تجمعها الجغرافيا الحالية دون إقصاء وتعسف بين بعضها البعض، بل بعقد اجتماعي يزيل مظاهر الاضطهاد والعنصرية فيما بينها. التأكيد على الجانب الخير للإنسان أمام تحديات المشهد المرعب، والدعوة لكبح جماح العنف والسعي لحياة بديلة عن الدمار والتعسف لتحسين التجربة الإنسانية وتعميمها في حياة المعيشة. نشوب تلك النزاعات لدرجة لا يمكن ضبطها أو وقفها بمثابة إفلاس حضاري تتقاسم أعباؤه تلك الأطراف التي لا تستجيب لثوابت الإنسانية في حق الحياة، وإنما تذهب إلى البعيد إلى حيث جشع وزيادة الأزمات وتفعيلها على حساب شعوب تعاني مرارة الواقع المزري بين فكي السلطة المستبدة والفوضى العارمة، حيث يتناول عفونة المفاهيم والاحتجاج الفكري عليها، وكذلك لفضح ما خلفته عزلة المجتمعات عن قيم المواطنة الحرة وقبول الآخر عبر الثورة عليها، بغية تقويضها لتدشين بوادر الانتفاضة الذهنية المتمثلة ببث آليات التسامح بين الشعوب والمجتمعات للخروج من عجزها وقوالب تغييبها، حيث نرى رفضا لآليات الحكم المتمثلة في تمجيد التماثيل المتآلهة. فهنا يتجسد مذهب الاستحقار ما بين الرئيس وأعوانه والتبعية لدرجة تقبل كل نعت وضيع، حيث أن العوائدية الخالصة بحالة الاستحقار تمارس عن رضا وطيب خاطر بين من هو في أعلى الرتب ومن هم دونها بقليل، وفق حالة من إعدام الثقة والقلق الدائم من سعة النفوذ أو الانقلاب المفاجئ، ولا سيما أن هالة التقديس التي تحيط بالقائد الرمز منبثقة
عن الرياء التام والخوف على المنصب من زواله. نتوقف عند هذه النقطة، وأعلم أنني قد أطلت في محاضرة هذه، ولكني تعمدت الإطالة هنا لإتاحة المجال والفرصة لمن لم تسعفه الفرصة أو الصدفة لمتابعتي. هذه المرة الأولى التي أظهر فيها هنا على البث المباشر، وقد أردت من خلال هذه التجربة إيضاح بعض خلجات وهواجس فكرية قد تنتابني وتنتاب أي متتبع ومهتم لما يجول في ساحة الشرق الأوسط من صراعات. أرجو وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما تحدثت عنه في هذا البحث، وأعتقد أنني بحاجة إلى ظهور آخر لإتمام هذه المحاضرة. فإلى ذلك الحين أتمنى لكم الحب والسعادة، والحب وجود والوجود معرفة. دمتم بخير وطاب مساء. يقول الفيلسوف توماس هوبس الذي أشار إلى حالة الفوضى التي تعم صفوف الجماهير: لقد ذهب أرسطو للقول إن الإنسان بطبعه حيوان سياسي يحب الحياة في جماعة سياسية منظمة، فهو مدني بالطبع، ولكن الحرب هنا بين الجماهير والسلطات القمعية حرب وجود لا تكاد تسفر عن نتيجة معينة، لا سيما حينما تمر الانتفاضة الجماهيرية لتتصادم مع قوى تتداخل فيما بين السلطة والانتفاضة، لتنقل ساحة الفوضى هذه إلى نطاق أوسع وأشمل، يشمل التقاسمات الإقليمية كما في الأزمة السورية كنموذج لذلك، حيث يأخذ حرب النفط وتقاسم الموارد طابعا دمويا، إرهاص المشهد الثوري بتداخل المصالح الإقليمية وتحويرها للمسعى الجماهيري نحو حالة أكثر سوداوية ومأساوية. والهدف هو تفكيك المجتمع وتدمير بناه إضافة لمؤسساته، في حين بين الفارابي من أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وهو لا يبلغ كماله إلا عند وجوده في مجتمع، فتدمير الفرد وتكبيله بالدمار والخراب والعجز لهو تمهيد لإدخاله في حالة من فوضى غير منتهية، وهو بالتالي محاولة للقضاء على الخراب والعجز. فتدمير الفرد وتكبيله بالدمار والخراب والعجز لهو تمهيد لإدخاله في حالة من فوضى غير منتهية، وهو بالتالي محاولة للقضاء على ذلك التعاقد الفطري الطبيعي بين الجماعات. ولا شك أن ابتزاز الجماهير بقوتها هو دليل على تدمير مقومات نهوضها وتهديد لمعاييرها الاجتماعية، حينما أكد هوبس بأن التربية تشكل عمودا أساسيا لبناء المجتمع السياسي المعافى. تلك الحرب لا تغدو في ظل الفوضى سوى استجابة لغايات الأطراف المتحاربة والتي تدعمها الدول المستفيدة من هذا التفكك والانقسام المجتمعي إلى جانب نزوع أفراده، الأمر الذي يسهم في حرب الأفراد ضد بعضهم البعض لإبراز معالم حرب الكل ضد الكل. فلا شيء يقف في ردهة إحساس السارد سوى الموت المتعدد
بأسماء ونعوت مختلفة: موت من مرتزق أو من قناص أو من ثائر مزعوم، وهكذا تتعدد الأشكال لهذا الموت الواحد، يجعلنا نركن للتاريخ مليا ونفحصه لنجده المساحة المكتظى بأمجاد الحكام الشخصيين ومحاولتهم للإبقاء على سطوتهم ولو على حساب دماء الأبرياء. هذا التوحش الذي يستشرس ويحول دون نمو الزهور والأشجار، كأن الإنسان لم يعرف البناء والفن ولم يقم بصنع ما يسمى بالحضارة لتكون سموا بالنفس لا إذلالا لها. فثقافة الحرب وأدبها إن صحت تلك التسمية هو تجسيد للويلات على نحو واقعي ومؤلم جدا، وكذلك محاولة استثارة روح الإنسان لدى الذي تحول بينهم وبين الإنسانية حواجز التصارع والغلبة. ترد هذا وأمام ألسنتها بالتعب والقصر يهبط يمينا وشمالا. فالألم هنا ليس رهيب اللذة في تتبع جمال المكان، لكن نداء الحضارة والعراقة أقوى من غرائز التوحش التي تطبع بها السلطويون وأثرياء الحرب وتجار السلاح. العودة لمسالك الصفاء والتمرس بثقافة الحياة كبديل عن امتهان الفناء وتدمير الموجودات البشرية والطبيعية. التأكيد على عظمة الموجود باقترانه بالمعايير الأخلاقية التي تنتصر لنداء الواجب، وفي ذلك تتحقق أواصر السلام بين الموجودات على قاعدة السلم البشري. اتخاذ تدابير قيمة في ظل احتدام الصراع الغرائزي لتقاسم الموارد والنفوذ، وإبراز أدب ينتصر للسلام كحقيقة للتعايش السلمي بين الشعوب التي تجمعها الجغرافيا الحالية، دون إقصاء وتعسف من بين بعضها البعض، بل بعقد اجتماعي يزيل مظاهر الاضطهاد والعنصرية فيما بينها. التأكيد على الجانب الخير للإنسان أمام تحديات المشهد المرعب، والدعوة لكبح جماح العنف والسعي لحياة بديلة عن الدمار والتعسف لتحسين التجربة الإنسانية وتعميمها في الحياة المعيشة. نشوب تلك النزاعات لدرجة لا يمكن ضبطها أو وقفها، بمثابة إفلاس حضاري تتقاسم أعباؤه تلك الأطراف التي لا تستجيب للثوابت الإنسانية في حق الحياة، وإنما تذهب إلى بعيد، إلى حيث الجشع وزيادة الأزمات وتفعيلها على حساب شعوب تعاني مرارة الواقع المزري بين فكي السلطة المستبدة والفوضى العارمة، حيث يتناول عفونة المفاهيم والاحتجاج الفكري عليها، وكذلك لفتح ما خلفته عزلة المجتمعات عن قيم المواطنة الحرة وقبول الآخر عبر الثورة عليها، بغية تقويضها لتدشين بوادر الانتفاضة الذهنية المتمثلة ببث آليات التسامح بين الشعوب والمجتمعات للخروج من عجزها وقوالب تغييبها، حيث نرى رفضا لآليات الحكم المتمثلة في تمجيد التماثيل المتألهة. فهنا يتجسد مذهب الاستحقار ما بين الرئيس وأعوانه، والتبعية لدرجة تقبل كل نعت وضيع، حيث أن الطقوس العوائدية الخاصة بحالة الاستحقار تمارس عن رضا وطيب خاطر بين من هو أعلى الرتب ومن هو دونها بقليل، وفق حالة من انعدام الثقة والقلق الدائم من سعة النفوذ أو الانقلاب المفاجئ، ولا سيما أن هالة التقديس التي تحيط بالقائد الرمز منبثقة عن الرياء التام والخوف على المنصب من زواله، وليس العمل المعرفي برمته في هذا السياق مجرد استذكار للأقاويل والتعابير المتشابهة، إنما هو سبر للغة التي ضاعفت الإحساس بكل ذلك، إذ جعلت النقد حرا في مقارباته واسترسالاته، وبذلك فإن المنهج الواقعي يبرز
أكثر حدة حينما يعبر عن نقد الجماهير للسلطة والظواهر المضطربة، وكذلك الاستنهاض الثمرات الطبيعية لكفاح المعرفيين الشاق في مواجهة كافة الاضطرابات التي تعم البشر في ظل الحروب. وكذلك فإن الخوض في إشكالية الثقافة والدين والأعراف لهو محاولة للتمييز بين الطيب منها والسيء، في محاولة للتفريق بين ما ينعش الحياة الاجتماعية وما يجعلها في اضطراب متشبثة، حيث لم يعزل الفن عن القيمة المتشبثة بالدفاع عن قيم الحياة والجمال والخير، وبالإشارة إلى عيوب السلطة الشمولية وطرف إفسادها لكافة مؤسسات الدولة، ناهيك عن تغلغلها العنيف داخل المجتمع من خلال نموذج الدولة القومية التي من خلالها تغطي على مآربها في البقاء في السلطة وتدمير قيم المساواة بين الشعوب للحيلولة دون التحول الديمقراطي. وهكذا نجد أن المسعى وراء النقد الواقعي كان غايته الإعداد للتغيير كفكر ممنهج، لا كانفعال صادر عن فعل البطش. تشابه الواقع وفق رؤيته في الحلم مع الواقع المعاش من ناحية الأدوات والأشياء واختلافها، وذاك انعكاس هام يعكس حالات الصراع للإنسان الساعي لتحقيق الرغبة من خلال النشاط وبث الحركة والعمل لإنجاب الحلم بتكامله مع الواقع وبتحقيق ماهية الانسجام بين عوالم الفرد الذاتية والواقعية من خلال وحدة الذات مع الجماعة. ولعل القيمة المثلى لدى الإنسان هي العمل لأجل حلم وادع ومتكامل متألق ودائم يبعث على اليقظة بأن الحياة هو صراع، فلا حركة دون استجابة إدراكية من قبل الجماعات البشرية لتنهض وتستكمل أداء واجباتها. وبذلك فالهدف من اليقظة هو تحوير الواقع لجعل الحلم يأتي بعد عمل وسعي، لا انفصام بين الحلم والحركة كفعل تأكيد وإثبات للمرء من خلال مروره على مواقف نفسية متمخضة عن أوجاع سياسية اقتصادية تتعلق بالفساد الممنهج. وهذه إشارات تعطينا الكثير من التساؤلات حول مجتمع يصل لذروة الخلل فيه، ومن ثم فحينما يقع فيه ذلك الضغط الهائل أو ما يعرف بالهبة أي الثورة، فإن الفوضى تصبح مصيره، ومن ثم تصبح تلك الثورة بمثابة الولادة التي تمر بمخاضات عسيرة لتنتج ما يسمى بالحياة الجديدة التي تتحقق من خلالها سيادة القانون على الجميع دون استثناء، لأجل ترميم تلك المعايير الأخلاقية الرادعة لكل تشوه، مما يجعلنا نعود لمقولة الكاتب المسرحي ويليام شكسبير حين قال: إن أي مركز مرموق كمقام ملك ليس إثما بحد ذاته، إنما يغدو إثما حينما يقوم الشخص الذي يناط به ويحتله بسوء استعمال السلطة من غير مبالاة بحقوق وشؤون الآخرين. الحلم والحب هما البداية، وهما مقود الصراع ضد الفساد المهني الأخلاقي السياسي وهكذا. وبالتالي فإن رمزية الحب هذه متعلقة إلى حد ما بنظرية القوة. هنا إشارة إلى الصراع ما بين الحلم والعسف في تناوبهما الحياة بطرائق مختلفة ومستفزة. ينفرد المعرفي بمعرفته بما يجول في أتون الحدث الذي يتفاعل معه بطرائق عدة، حيث يجسد ذلك مقولة نيتشه حين قال: الوحدة لا تزرع شيئا، إنها تجعل الأشياء ناضجة. تجنيد الذين يعملون حسب نواياهم البريئة هو الوسيلة لبقاء المتحكمين والآمرين في مراكز الصراع، والوقود بالطبع هم صادقو النوايا المغترون بالأوسمة والألقاب البراقة، الذين يعيشون ضمن المواجهة ويتعسكرون في خنادق التصادم بغية تحقيق ما يبتغيه صناع
الصراع بما يتناسب وتحقيق ما يبتغونه، مستخدمين القيم الطبيعية كوسائل لتحقيق التنازع على الدوام. فالفن جلي في المكان والتخريب كذلك، والصراع بينهما مستمر، والانتصار لأحدهما على الآخر إحدى جهود الإنسان أفرادا وجماعات. الحديث عن الفساد والرشوة وتلك القضايا المألوفة في بلاد تعيش السذاجة كفلكلور وتراث بينه، وتقتات البساطة على مبدأ القناعة في حدودها الأدنى، وجود نواة تتحدث باسم التغيير والإصلاح والثورة الجذرية ولا تفعل مثقال نقير على أرض الواقع مما تهدف إليه على الورق، حيث يتنبأ الفرد المعلول بأمراض مجتمعية ناجمة عن انتكاسات السلطة السياسية بوقائع يتبصرها ويدرك أنها واقعة لابد، وهذه إشارة إلى استفحال تلك الأخطاء والتجاوزات التي تقود للخراب الشامل. ليست الميثولوجيا غريبة عن قدر المجتمعات البائسة المحاصرة بأغلال دينية لاهوتية تحد من انعتاقها من خفايا ما وراء الطبيعة، وفي معرفة أسباب توالي الحروب والهجرات التي جعلت العالم كما هي عليه غارقا بالأحجيات القاتمة. حيث نرى هنا العديد من الدلالات التي تتفجر في كونها رائحة التوغل لمكامن التنازع الذي يمثل العقد البشري الوحيد الذي تعاقد البشر كافة على توالد نسله. فاللغة الدالة هنا تستدلنا على الحقائق وتقف حول إشكالات السلطة والفساد وطبيعة المجتمع وطريقة تكوينه النفسية وأثر البيئة عليها، وكذلك تحولاتها التاريخية التي تعطي إحداثيات مهمة عن كيفية تواجد واستيطان سلطة عميقة الترسخ في حياة المجتمع. ففي كثير من الأحيان يقفز السجان من بين عديد المسجونين ليجمع من خلال تلك الكثافة البائسة ممن يساعده على إيجاد موطئ قدم لتفسخات لا تكاد تنتهي وتتوالد باستمرار، حيث تتواشج مع بؤس التفكير الاجتماعي العام إلى جانب البؤس الطبقي، مثل كردي شعبي خزاني جنزانيتي، ومعناه يأتي الفقر من الجهل، الولاء للسلف، التنبؤ بما يحصل. هذا يعيد في أذهاننا نظرية ألفريد إدلر الذي كان من تلاميذ فرويد، ولكنه اختلف معه وكون لنفسه رأيا مستقلا، وأصبحت له مدرسة في علم النفس لها أتباعها، وتسمى سيكولوجية أدلر بسيكولوجية الفرد، ولها تسمية أدق من هذه وهي سيكولوجية الفرد الاجتماعية، حيث يهتم أدلر بالطريقة التي يعيشها الفرد في تكييف نفسه مع المجتمع. وتنطوي سيكولوجية أدلر تحت فلسفة أوسع: العالم في تطور مستمر، فهو يرتقي من أدنى إلى أعلى ومن الضعف إلى القوة، ليعبر بذلك أيضا لخلاصة مهمة، وهي أن ظاهرة الارتقاء وجدت منذ أن وجد الإنسان، وكذلك الشعور بالانتقال من قناعة الأجداد الطبيعية المتمثلة بعمل الخير إلى قناعة ترتقي لمحاربة الفساد والظلم والكذب، هو تمجيد لثالوث الخير والحق والجمال. الإنسان ينزع إلى الارتقاء والانتقال من حالة الضعف إلى القوة، ومن حالة الخنوع إلى حالة السيطرة، ومن حالة الاستسلام إلى حالة التسلط، ومن حالة النقص إلى حالة الاكتمال، من حيث أن الغريزة الإنسانية لدى الإنسان هي غريزة السلطة، غريزة السيطرة. إنه النمط الذي ألفته المجتمعات التي تستكمل مراحل أسرها لحين انعتاقها بالتدريج بما يسمى بعملية الارتقاء، حيث يقول إدلر: إن أهم ما في الحياة العقلية هو الشعور بالنقص والعمل الدائم على التخلص منه والتعويض عنه بأسلوب معين خاص بالشخص يسمى نمط تتحدد شخصية الفرد فيه.
نعم، فرحلة الصبر لا تزال مستمرة. يقول الكاتب اللبناني المعرفي أمين معلوف في مقدمة كتابه الهويات القاتلة من سياق الحديث عن مسألة الانتماء للاتجاه السياسي بما فيه من وعاء يحوي المنطلقات النظرية التي تلامس طموحات تحاول أن ترقى لمصاف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يشير عندما نحث معاصرين على تأكيد هويتهم مثل ما نفعل اليوم في أغلب الأحيان، فما نقصده هو أن عليهم أن يجدوا في أعماقهم ذاك الانتماء الأساسي المزعوم الذي غالبا ما يكون دينيا أو قوميا أو عرقيا أو إثنيا ليرفعوه بفخر في وجوه الآخرين، بيد أن الانتماء لم يكن ذاك الانتماء الذي حاول الساسة ذوي الأرواح الجوفاء تسخيره لأجل القفز والالتفاف على التطلعات والأحلام المشروعة التي تعزز رابطة الانتماء في الأعماق التي أكد عليها أمين معلوف. إنها إشكالية الانتماء للإيديولوجيا والتملص منها واستخدامها وسيلة نزوع واستبداد وغطرسة، حيث الربط بين آثار الرأسمالية في جعل كل شيء جميل وطبيعي إلى شيء يتم إشعال الليالي الحمراء والتفسخ الداخلي فيه، وكذلك سباق الأحزاب الفاشية والشعاراتية نحو التسلق ووصول السلطة لأجل الاستمرار في تدنيس قيم الطبيعية والروح العفوية التي تؤمن بنقاوة العيش البسيط. إنه فرار باتجاه النقي الباقي ومحاولة إنقاذه من هجمات قوى التشويه والبطش تلك التي اعتادت على إخماد جذوة الحياة الطبيعية التي اعتادت المجتمعات المسالمة عيشه والاستئناس إليه. فالرؤية النقدية الكاشفة للأزمات المستشرفة لنتائجها الكارثية جعل الحياة أشبه بإدانة ذاتية وجلد معنوي لها لتوهمها بدماثة الشعارات وبريقها، حيث وقفت عثرة بوجه نهضة الشعوب وفاقت أساليبها الكبوات المتلاحقة. تقف اليوم أمام شبح حروب وأزمات لا تكاد تتوقف، فالمعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين هو مفهوم سياسي وأخلاقي متجسد بالشخصية، حيث تشير الازدواجية إلى أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أحكاما مختلفة لمجموعة من الناس بالمقارنة مع مجموعة أخرى. فالحركة التي يعمل بها الفيلسوف والعامل لابد وأن يتبعها عنصر محفز وداعم، ووراء كل بطولة امرأة هنا لابد من أن نعيد في أذهاننا ما قاله جان جاك روسو لنجد في استخراج الدواء الذي يجب أن يشفى من الشر في حد ذاته. محاولة يد جشع الإنسان القضاء على مظاهر الطبيعة ودلالاتها المفهمة بحديث الطبيعة ونقاوتها، حيث قوى التخريب تعيث الفساد لأجل دوام أنانيتها، وكذلك القضاء على مظاهر الفن والجمال الطبيعي في المدينة لصالح الانتفاع والاستغلال، حيث يتوجه هذا الصراع الخبيث ضد مظاهر الطبيعة التي يجب صونها. حيث نتذكر لجان جاك روسو قولا آخر يميل يقول فيه: إذا كانت الطبيعة لا تمنحني إلا التناغم والتناسب، فالنوع البشري لا يمنحني إلا الخلط والفوضى. نعم، إنه صراع مع الفوضى لأجل انتصار الطبيعة، حيث القمع الذي يقود للانتقام والإفراط فيه كردة فعل غير محمودة قادت البلاد لنفق مظلم. إنه يخوض في ثغرات سلوكية مجتمعية أيضا اعتادت على الغوغاء في التعاطي مع المسائل المتعلقة بالحكم وتغييره، وإشكالية الوعي بذلك بوجود تنظيمات لا تعين الجماهير بل تقف إلى جانب السلطة لا إلى جانبها، مما يكشف بجلاء عن دمامة القناع الذي أخفت به دمامة الوجه أيضا. تلك السلطة التي تكشف لنا عن فراغ الهوية والانتماء للأرض، وتقول لنا في العلن إن الدولة هي السلطة، أما الأرض فمعروض للبيع والتنازل لأجل بقاء السلطة. لا بد هنا في هذا المعرض أن نستدعي مقولة الفيلسوف أمانوئيل كانت
حين يتحدث عن الفن الواقعي فيقول: الجمال الطبيعي شيء جميل، بينما الجمال الفني تمثيل جميل لشيء ما. تمارس الأحزاب المرتهنة للسلطة القمعية في جعل التطلع الثقافي شبه مجهض عبر طرق عديدة تحاول إلهاء الفئة المستنيرة عن التفكير النقدي المحايد، وجعلهم أداة رخيصة تابعة تقوم بإفراغ فكرهم، وجعلها مجرد أداة لخدمة الحزب الشمولي ومنافعه المستترة مع السلطة الفاشية التي تقصي كل حراك واع وواعد. فالمعرفيون على اختلاف بيئاتهم القمعية يقومون بنقد السلطة الشمولية ويشيرون إلى تفسخها، فتواطؤ رجال السلطة بأذرعها الاستخباراتية مع رجالات الأحزاب التي تسمي نفسها بالحريصة على الثقافة والجمال وكدح العامل ما تلبث أن تكون بمثابة قيد يكبل الشريحة المستنيرة، تلك التي تعرضت للإقصاء والتهميش عبر التاريخ. ولا شك أن العقلية الشمولية المستبدة لعبت دورا مهما في تفسخ المجتمع وإفراغه من قيمه الطبيعية عبر لعب دور الحارس والحامي للقيم، إذ بتلك القوى تبرهن فعليا أنها كانت بمثابة المطرقة الساحقة لكل منجز فردي مبدع، وتبين أنها السم الصافي الذي ينفث لعابه في جسد الوطن بالتدرج البطيء، حيث لذلك دلالة مهمة تقودنا إلى حقيقة أن المعرفي يرى في طريق المعرفة طريقا شفافة واضحة لمحاكاة المتلقي بحكمة تنم عن قلق واستشراف بعيد عما سيحدث كنتيجة لوضع متراكم وتاريخي يجسد هول الأخطاء وفداحتها وقذارة مرتكبيها على الدوام. إنها لعبة المقدس على مسرح الحياة التي تنم على ضرب من العبث والركود، والمسعى جلي يتلخص في رفع الغبار عن الكثير من التصرفات المحبطة التي تستهلك روح الساعي للتغيير وتجعله في خضم أوجاع وعثرات جمة نتيجة تسرب عقلية الفساد بأشكالها، واعتماد المقدس الديني مطية في استجرار البؤس والجهل على الدوام. وأمام هذا الواقع الذي تغيب فيه الإرادة المعرفية إثر تحطم دفة القيادة، هي التي جعلت الإحباطات تتناوب والأزمات تتواتر وتتصاعد، إذ تعاد لأذهاننا أن عملية البحث عن التغيير المنشود في خضم عالم مبني على النقص والعجز الطبيعي أشبه بالبحث عن خلود بديل عن الفناء المعلن. الحديث عن الرموز وعلاقتها بالحضارة الإنسانية وتلاقح الحضارات البعيد عن وتر التنازع الإيديولوجي القائم على التصارع والطمس تطرح أمامنا إشكالية الثقافة وتصارعها في خضم الخلافات الإبراهيمية حول مركزية الحكم الديني. مسألة ارتباط الوعي الإبداعي بملكات التساؤل تجعل المتلقي أمام حالة من التلقي والانشداه، حيث الكثير من التوغل والسبر والتعمق دون الإفصاح المباشر في إشارة إلى الصراعات الإيديولوجية التي تقحم الدين تاريخيا لأجل التسيد والهيمنة، مما تجدي أمامنا تلك الحقيقة التي تجزم أن المقدس هو بمثابة ترسيخ للعنف والتنازع، وذاك التعصب القائم هو الذي جعل الحضارة الإنسانية في حالة ركود وجمود لصالح التخلف الفكري الذي قلص من احتمالية تحقيق المطلب الإبداعي لمسيرة المعرفيين، أو حتى أعاق دور المجتمعات الشرق أوسطية في البحث عن سبل تنميتها ورفع الأزمات السياسية عنها، حيث يشير المعرفي المبدع أو الفنان بنتاجاته وبآثاره الفنية والإبداعية إلى المعضلة بطريقة ما، ويعمل على البحث عن جذور إشكاليتها،
استنادا للرموز القديمة القائمة على الجدران والأبنية التاريخية والأثرية والمساجد والمعابد الغابرة وما تحتويها من رموز، إنها عملية اكتشاف مثلى لموضوعات فلسفية أو مشكلات تخص إشكالية التفكير المحصورة ضمن ربقة الشريحة الحاكمة، والتي تفني ما لديها من طاقة أو وسيلة بغية الحفاظ على الخمود والعزلة الفكرية في مجتمعاتها. فالحديث هنا عن التصارع الإبراهيمي بين الأديان يقودنا لحقيقة قيام أجهزة السلطة في إحكام قبضتها على منظومة اللاشعور الجمعي لدى مجتمعاتها وقادتهم بشكل غير مباشر، وقادتهم بشكل غير مباشر لحراس ووكلاء على مذهبهم الاستبدادي في حكمهم، استنادا لثبات التنازع الجوهري بين الأديان والمستند أساسا على النصوص المقدسة. هذا ما نحاول بيانه عبر إشارة إلى الرموز وكيفية تأويلها. ذاك العالم المتصدع بإشكالياته الملتفة حول نفسه، وما المحاولة إلا طريقة النزوع للتفكير الأفضل، والذي يمثل النزوع الأقصى لكمال مرجو. لهذه الحقيقة تتوجه كافة الأقلام الإبداعية في مختلف حقول الآداب الإنسانية لتوغل مليا في صناعة الحرية البعيدة عن مزاعم الإيديولوجيين ونظرائهم من المنظرين. فالجودة التي نعني بها دوما في عملية التفكيك الإبداعية هي سبر أبعاد الكلمة والتحقق من مراميها، وكذلك إنشاء مقاربات وصلات بينها وبين ما تم قوله في مختلف الموضوعات لإحداث ترابط ما أقرب للمشهد الكلي للقيمة الجمالية والمسعى. إن الرؤية الممتدة لعالم مثقل بالأضداد تحركه الرؤى النقدية الأقرب للتحقق والإدراك. كل ذلك يدفعنا إلى إحداث بعض من المقاربات التأملية لإخراج اليقين من مداراته المبهمة. فالرؤية التي نسعى إليها باستمرار هو تلخيص ما للجدلية التي ترافق سير البشر وعظم ما يتعرضون له من مآسي ونكبات. وعليه فإن الثقافة تحدد في خضم تعاريفها وتقاليدها تجارب الشعوب وسعي سلطاتها للهيمنة بأشكالها، وأحد أعند الأشكال هيمنة هي تلك التي تقحم الأديان في كل بغي وتسلط. يفسح لنا النص القائم على جدلية الاختلاف كحالة طبيعية ما لم يتخللها جو من التنازع والخلاف الذي ينحو منحى الندية ومن ثم الصراع، وكذلك يبحث عن علاقة الإنسان بالرموز ودلالتها وما توحيه من خفايا تظهر الجمال الكامل وراء تناسقها، ومن ثم تثبت لنا جوهر النظام الهندسي القائم وأبعاده الحية، والتي يتجمهر المعرفيون لصياغة التآلف الشامل بين المجتمعات في سياق تلاقحها وتعارفها بعيدا عن أغراض الذين يحاولون احتكار المعرفة والجمال عبر ضخهم لزوم التعصب. وتلك دلالة واضحة على مكانة الحضارة في محاكاتها لكافة الأذواق والشرائح والمستويات، وكذلك توضح لنا حقيقة أن البناء يتأسس على قاعدة المعرفة والمنفعة المتبادلة بعيدا عن مظاهر الاحتقان والتشويه، ويركز على نقطة مهمة وهي المكان استنادا لعلاقته وأصالته، ولا سيما أن الفئات التي تعايشت مع المكان بزخرفته وهندسته هي وليدة نهضة لا تنحصر في العمران وتقاليده، وإنما تقادمت الحضارة لتواكب الجهد المادي والمعنوي لدى الإنسان المتطلع قدما للنهضة الحية التي بدورها تحارب الخرافة والفساد الذي اعتمدت عليهما السلطات الظلامية عبر العصور. إذن نحن بمعرض الكتابة التي تعتنق مذهب البحث والتنقيب لمزيد من الجدل وتحقيق الإثارة على مستوى التساؤلات.
ففي غمار هذا الصراع نجد الإثارة والمزيد من التصميم. هنا يتم مناقشة أفكار تتلخص حول حقيقة توافق المزح، ولتلك أيضا قصة أكثر إحباطا. فهكذا يتم إبخاس القيم إفراغها من محتواها، ويصبح كدح المعرفيين في هباء لاصطدام حس المسؤولية مقابل الفئة التي تتعرى منها وتتستر على مفاسد بعضها البعض. والخلل الذي اعترى الإنسان إثر هيمنة المنظومة الاستهلاكية على حياة المجتمعات، وعكس ذلك على سائر تنظيماته التي حملت على عاتقها راية الأخذ بيد المجتمعات نحو الخلاص والحرية. وهكذا تغدو المعايير الأخلاقية سهلة التلاعب، تلوكها ألسنة الخطباء الذين يتلاعبون عبر سحر البيان والدعاية النفسية بعقول تتفيأ الحلم، وتدرك أن الصراع لأجل الأفضل مرهون بتمثل الخير والعمل به تنظيميا. أما أن تغدو الآلية التنظيمية هشة وتصبح مطية للجماعات المستغلة، عندها يعم الإحباط الكبير، ليغدو الجمهور فاقدا للثقة بائسا غاضبا. فالانتصار للإنسان هو الهدف الحقيقي الذي تنتصر له معظم العقائد، لكنها أسيرة الخيال ما لم يتم تداولها منهجا وسلوكا ولم يتم الإيمان بها كخلاص. أما الفساد المستشري فمرده إلى ضعف في النفس وخلل في الفكر واغتراب عن المعايير الأخلاقية المزمع الانتصار لها في كل معركة. لكن الواقع يكشف عن قانون الربح والخسارة الذي يكشف العديد من مواقف اليأس والخذلان والمراوحة في الآن، حيث لا نجد هنا إلا توصيفا لاذعا للمعضلة الحية، فاللهث وراء الزخرف والمادة أغنى عن الكفاح، والحالة تعتمد إغراقا في رصد المعضلة لا توصيفا للفرد على نحو ملحمي. وإن كان لابد من السعي دوما للبحث عن أشخاص بيدهم خيار الخلاص، الأفراد الذين يبحثون عن الحقيقة المعرفية وينشدونها كغاية للنضال لأجلها عاجزون أمام ضخامة الخلل ووحشة المسير في ظلام التبعية التي نخرت الداخل حتى العظم. الرؤية الفردية للخلاص هنا تنشده بلذاعة وانفعال ثوري. ثمة جسم متين وسميك من الفساد والترهل لا يتلاشى، ولا تكفي حسن النوايا لاستجداء الخلاص ممن أطبقوا على مفاصل الحياة السياسية وجعلوا الجمال ماثل كان بعض الشخصيات كثيرا كئيبا. إن ميلان كفة الأحاسيس والأفكار باتجاه الانتصار للإنسان ليكون الغاية في كل كفاح ينشد الحرية كمطلب. إن وعينا بالبيئة هو تجسيد رمزي في علاقتنا بأشخاصه، ولا شك أن تجسيد قيم الحياة الطبيعية، قيم الحياة الاجتماعية والسعي لتحررها هو مطلب جمالي متأصل في الدفاع عن قيم الحضارة ضد قوى التشويه، في ظل طغيان هذه المعادلة في حياة المجتمع المقهور. إن سعي البطولات الفردية عموما ضمن سياق مواجهة العنف والديكتاتورية عبرت عنه معظم الروايات والكتابات الواقعية التي عمدت إلى إذكاء جو الصراع، وكذلك طرح حلول عن معضلات مجتمعية تلخص الحياة السائدة والتي يحدث فيها الاصطدام بين أصحاب المنافع وأصحاب الإرادات الواثقة المتطلعة قدما للنهوض. لذا نعمد في تجسيد المعنى من هذا النص في مدلوله وقربه من رحلة الإنسان نحو الأفضل، متخذا مبدأ المواجهة والمساءلة كخيار أصح ينشد الأفراد من خلاله لمذهب النظام البعيد عن الخلل الناجم عن الأخطاء التي عمدت السلطات القامعة لارتكابها، محدثة فجوة اجتماعية كبيرة بين المجتمعات نفسها على اختلاف شرائحها، ومسببا أيضا بونا شاسعا بين المجتمعات وتنظيماتها التي راحت تحذو حذو السلطات التي تناهضها في إقامة جهاز داخل تنظيماتها يقوم على تشتيت الطاقات وبعثرتها، وكذلك تهميش الفرد المبدع أو المتطلع لحياة أكثر وعيا ومسؤولية.
ففي ظل تعطش السلطة القامعة للحد من تدفق الحب والأصالة، وكذلك الوقوف بحدة بوجه إنجازات المعرفيين للحياة المثلى، كل ذلك يثبت لنا جهل أدواتها وانعدام قدرتها على ضبط حالات تجاوزاتها الواقعية وإحكامها على مفاصل الحياة، حيث الحب والقيم في حالة احتضار دائمة. وكذلك تصبح المجتمعات وقيماتها في حالة انعدام ثقة، وكذلك يتم غلق السبل وراء تحقيق مطالب الإنعاش والتنمية. هذا ما نقوم بتناوله، وكذلك في ربط النقد الاجتماعي مع إلزام الأفراد على تتبع السعي وراء أنها منشودة دون تقاعس أو خمول. لهذا فرهان الحل يكمن في بقاء الفن راسما الخطى الثابتة في الصراع ضد القبح ومفاهيمه، فالتغيير يبدأ من إدراكنا له وفهمنا إياه وإيماننا به، ولا شيء آخر عداه، بينما الحلم فهو حافز معنوي على المواصلة بإصرار دون تخاذل أو يأس. فلا بد من الإشارة أبدا أن الأدب برمته هو خطاب وسجال مع الزمن لأجل مطلب التغيير الإنساني في مسار الرؤى والأفكار، وكذلك عدم التسليم بما هو تقليدي أو راسخ كتقاليد. ولعل مشكلة الوجود والآخر تتجسد أكثر في ملامح الوصف المؤلم للحدث. لنتأمل جان بول سارتر حين قال الجحيم هو الآخر، في إشارة لفداحة القبح الذي ينشد الهدم إزاء العائق الذي يدمن فعله سدنة الدمار، والذي حال من نمو الورود والأزهار وبات علامة الوجود الذي كاد أو أوشك على الانهيار. الحديث عن الإشكالية تتضمن ضآلة احتمال إيجاد حل في ظل ضياع البوصلة التي تقود للحل، وأيضا توالي الخيبات المتلاحقة، حيث باتت الوجه الآني لواقع بلد مدخن بالأصالة وما تحمله من سمات، بيد أن النظام الاستبدادي فيها أفسد ما فيها من بهاء ورونق. فبمقدار ما توجد الهمم وتستشعر الخطر المحدق وتتهافت لصنع شيء نبيل يحقق للمجتمع إرادة التغيير، بمقدار ما توجد الكثير من التحديات تحول دون تفعيل الحياة الديمقراطية. فالانتقال بين المشاهد بتوالي وطبيعية وتدرج هو ترجيح لخيارات محدودة تتناول الخوف، التملق، الفطرية، وكذلك الابتعاد عن النقد والتوجيه. هذا ما بين الشعب والمسؤولين القائمين على مفاصل الحياة، مما يشير لحجم الانهيار الأخلاقي والقيمي الذي قاد النفوس للتصدع والاغتراب، وكذلك الفشل الذريع، وأزمة الفكر الشرقي المطعم بغلالات القوالب الشمولية الجامدة الوليدة عن عقد النقص المتمثلة بتمجيد الأشخاص على نحو ميثولوجي، والدخول لنفق الهالة الروحانية التي يتفيأ ضمنها الفئات التي اعتادت العبادة وتمثل الغد عبر مجهر ما وراء الطبيعة الميتافيزيقيا. يستدعي أن نقف بهذا الصدد حول مقولة للفيلسوف كارل ماركس حين قال: الدين هو تنهيدة المضطهد، هو قلب عالم لا قلب له، مثلما هو روح وضع شروط بلا روح، إنه أفيون الشعب. فما قاله ماركس في معرض توصيفه للدين من كونه ربيب الميثولوجيا، وكذلك الواحة التي يتفيأ فيها المضطهد الذي يعاين آلامه بتعويذات دينية تجعله حبيس نشوته، متجسدة تماما في أروقة المجتمعات التي عانت ويلات الاستعمار، ومن ثم الأنظمة الأبوية التي توالت وجعلت التغيير ملغيا في حياة جماهير اعتادت على التعاويذ والتهاليل وكذلك التصفيق والتمجيد،
فيقول المفكر عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: المستبد يتجاوز الحد ما لم يوضع له حدا، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم. الاستعداد للحرب يمنع الحرب، حيث نجد ذلك التلازم ما بين المقولتين من كونها يعالجان الاستبداد ونتائجه وأسبابه وماهيته، حيث لا شيء يلوح في الأفق سوى المزيد من الألم والتقهقر الاجتماعي الذي تجتر إخفاقات الحقبة السياسية وفسادها المستشري والمتجسد في آلام الطبقات الفقيرة المنزوية في كل ركن من أحياء المدينة، والتي تترقب أيضا التغيير المنشود ونشدان الحل، في حين أنها دوما تصدم بالمجهول والفوضى التي تنشب في كل مكان إثر غياب سيادة قانون المؤسسات وتحكم الفئات الأمية بمصير الحياة الاجتماعية، وكذلك جعل القانون ألعوبة وتحايل، حيث يدان البريء ويخرج المجرم بزي قضاة المحاكم. وهنا تجلى عظمة تجسيد المأساة، حيث تجسد إشكالات عديدة ومعضلات وتراكمات تاريخية تسود السلطة الحاكمة ومفرزاتها من أحزاب موالية ومعارضة، جعلت جماهيرها تنساق وراء أوهام العدالة الاجتماعية، حيث نجد الخيبة في إنجاح الحب في ظل منظومة التجهيل وتكميم الأفواه. ونلحظ أيضا أن لا دين يسلم من قبضة المتحكمين به سياسيا وبوساطة رجال الدين المتطرفين، وكذلك لا رسالة اجتماعية تؤدى بحرفية في ظل مجتمع خائف. فعرض حقيقة أن اعتباط السلطة السياسية يسهم تماما في تحريف الذائقة العامة للجماهير بمختلف طبقاتها، ويسهم في عزلتها عن حقائق الحياة الحاضرة ومتطلباتها من تنوير ومعرفة واجتهاد وتبصر نقدي، إنما يثمر عن ذلك التلازم العقدي بين السلطة والمجتمع عن نشوء جيل غارق في أوحال الفهم الميتافيزيقي الخاطئ للأديان، وكذلك الأمية السياسية بل المراهقة بمعناها المتجلي، الأمر الذي يفرز حالة انعدام الثقة وكذلك المازوشية المجتمعية، والتي يمكن تعريفها على السياق التالي. المازوشية المجتمعية هو حالة من التفكك القيمي وانعدام الثقة بالمستقبل والولاء التام للأبوية المتجسدة في الطاعة العمياء لأولياء النعم وما شابهها من رجال يتجسدون سلطويا بهيئة الآمر العسكري، تساعدهم طبقة من رجال القاع ممن هم غارقون في التبعية المفرطة للقادة المتحكمين بإنعاش الأزمات المرضية داخل المجتمعات، مما يحول دون أن تتنور معرفيا، ليصبح هياجها فيما بعد على السلطة الحاكمة ظاهرة صوتية مليئة بانتفاضة مشوهة فيها من التمزق والاحتقان الطائفي والنظرة العقيمة لإسقاط منظومة الاستبداد، مما تعطي للأخيرة حافزا للبقاء. مثالا، أسلمت الثورة السورية بقاء السلطة إشاعة محاربة الإرهاب، المقصد منه إنهاء هذه الهبة الفوضوية لصالح دوام الاستبداد. يبان الإشارة للسخف والتكاسل الذهني عبر تجسيد مظاهر الزيف المعنونة بمقتضاها على ملامح لا تجيد سوى علك الشعارات والضحك على الذقون، كونها ارتهنت للسلطة القامعة وباتت ذيلا رخيصا لها. ولا شك أن ترسخ التصوف في تقاليد الأحزاب الشمولية هي من رسخت تصورات الاستبداد باسمها فيما بعد، فأصبحت عوائق في طريق نهضة المعرفيين وارتقائهم وتعاليهم على القوالب الإيديولوجية، فلا يخضعون ولا يرددون كالببغاوات
مما جعلهم إزاء محاكم التفتيش الحزبوية مذنبين على دوام وخونة القضية والمبادئ. تخبط الأفراد الواعين بمدى نجاعة التغيير وآثاره الإيجابية في تحول القانون إلى مسلك حقيقي ينقذ المجتمعات من الفوضى، لا أن يكون القانون بمثابة المطرقة التي تهوي على رؤوس البسطاء ممن يحرصون على التشبث بمخزونهم الطبيعي من القناعة بالحياة الفطرية، بحيث تطغى المشكلات وتتضاءل فرص الحل، تتفشى ظواهر الأخطاء السلطوية، ويكون الرهان دوما على التكميم والقمع. تصبح الدعوة للتغيير أو الانتفاضة غير مجدية في ظل مجتمع يتلبس الحياة الغيبية ويتحسس النشوة من معتقداته التي تلزمه بالطاعة والتزام الرهبة والرهبنة. فالمسعى الفردي للبناء تلزمه دعامة اجتماعية مسبوقة بوعي بفلسفة الحركة، وليست الانتفاضة فقاعة صوتية، بقدر ما هي وعي ومسؤولية وتكاتف اجتماعي. ففي ظل هيمنة السلطة المستبدة والتي فرخت عبر حكمها أحزابا على شاكلتها ومجتمعا خائفا منها وحانقا عليها دون معرفة سبل الانتفاض عليها إثر فساد تنظيماتها على اختلاف مسمياتها وغاياتها، الأمر الذي أسهم كنتيجة من بروز الاغتراب النفسي في أوسطها جراء تهميش مبدعيها وتجميد ملكاتهم ومدركاتهم، فهي تشكل العماد في التغيير وسبل المواجهة، حيث الطرق التقليدية في الحركة ومسار صراعها لأجل التغيير محفوف بصراعات وتحديات داخلية لها علاقة بالوصول للسلطة وتحقيق المكاسب من خلال الاتجار بالشعارات الزائفة. أيضا ليظهر لنا الاستبداد الذي عم البلد على نحو ظل مضخة أزمات لا تكاد تنتهي، وبات الخراب الوجه الأكثر رداءة له على الإطلاق، أدت للوصول لنتائج خطيرة تتمثل في انعدام الثقة بين الجماهير ووصولها لمستوى مرعب من النقمة والاحتجاج، الأمر الذي هيأ لمناخ من الفوضى الضخمة من تفجر كبير وتاريخي يكشف لنا عن طبيعة تحول المجتمع خلالها من طور التشتت والرهبة إلى طور الوعي والنماء. فحسابات السلطة المستبدة تختلف عن الوجدانيين ممن اعتادوا ترديد الشعارات الوهمية بغية استجرار إرادة ديماغوجية تعتمد على تحريض الجماهير دون مصالحة براغماتية واقعية، حيث بإمكاننا تعريف الإرادة الديماغوجية بأنها مسلك تتخذه الأحزاب الشمولية منذ بدايات القرن العشرين للعب على وتر الوجدان لدى الجماهير، لخلق إرادة عفوية آنية تستنجد بفئات الشباب المراهقة، وإيجاد بذور راسخة تعتمد على ترسيخ المراهقة السياسية المتجلية في ترتيد الشعارات المناهضة واستثمارها على نحو مركز، بالتزامن مع تغييب كلي للعقل النقدي وإقصاء الفئة المستنيرة ومحاربتها عبر حملات التشويه والتخوين واتهامها بالتكاسل والدعوة للإصلاح دون الانضمام للثورة، للوصول بالجماهير إلى حالة من التبلد والجمود والعزلة، بلوغا إلى أنماط وقوالب جامدة ليس فيها أدنى احتمالية للخروج من منطق التدجين الإيديولوجي. فبدخولنا لمضمون هذا التعريف يمكننا فهم آلية الربط ما بين الأصالة والإيمانيات التي تشكل حصيلة أعراف وتقاليد مجتمعية، حجم الهوة بين الحكومة والشعب، حيث يعيشان صراعا ضاريا وتستحيل أن تكون هناك أي روابط أخلاقية بين منظومة تسخر كافة إمكانياتها لقمع الحياة الآمنة وبين المجتمع بأفراده وتنظيماته. حتما تنتقل عدوى السلطة لداخل خليتها الصغرى، الأحزاب، العائلة، لتغدو العلاقة الاجتماعية محكومة بالرهبة والخوف وسيادة القيم الأبوية على نمط التفكير بعمومه، سيادة الذهنية المافيوية في سلك القضاء الاجتماعي، ليصبح الأفراد مدانين في نظر هذه السلطات الباطشة التي عمدت للتلاعب بحقوق الإنسان
وقيمه وكرامته الطبيعية، الأمر الذي جعل من هذه المجتمعات بارودا يوشك أن ينفجر بعنف وبلا هوادة. كل شيء مقابل المزيد من المال والسيطرة على قوت الجائعين وزيادة إفقارهم ماديا ومعنويا. ذاك ظل ديدن السلطة الشمولية المستلة أنصالها فوق رقاب الشرائح الفقيرة، حيث تبحث المجتمعات المنكوبة والمحاصرة بأغلال التبعية لأوهام السلطة وأذرعها المتمثلة بالتفكير الميثولوجي الذي هو خليط أفكار دينية وميثولوجية أدت بالحياة إلى شلل روحي وفكري أرق مسيرة الحياة لدى الجماعات المناهضة للعسف والجور، إذ لا حيلة سوى التوغل لميادين الحلم أو التنبؤ إزاء وضع متفاقم يسير نحو المزيد من التعقيد وانسداد قوات الأمل. نبحث في أزمة السلطة جذورها التاريخية، علاقة ذلك بالمنتوج العقائدي للمجتمعات من عادات وتقاليد ودين، ونفحص المعضلات بعين الباحث لجدلية المجتمع والآخر الطامح للتغيير، وكذلك جدوى المسير لمواجهة الغبن المعلن والفساد مرتدي ألوان البؤس الفاقعة في إطار جدلية الصراع المتينة بين قوى المحافظة وقوى التغيير في استنادها لماهية التنازع الطبيعية القائمة في حياة المجتمعات أفرادا وجماعات كحصيلة دينامية عن جدوى إيجاد الرفاهية ضمن نظام حقيقي يأخذ بيد المجتمعات ويلبي مطالبها. إمكانية الكشف عن النظام المؤسس على فهم حاجات المجتمع الطبيعية في ظل الذهنية السائدة ودفع بها إلى تغيير حقيقي لها سياقاتها الواقعية المتولدة في إطار البيئة، ففهم طبيعة الناس وسلوكها هو السبيل للدفع بها نحو الحياة الأفضل. فإبراز تراجيديا المجتمع في ظل منظومة التكميم هو بيان حقيقة أن المجتمعات تتعرض لدرجة من الانحلال والانعدام الثقة في أوساطها، مبرزا مجتمع الطبيعة الريف ومجتمع المدن الكبرى عبر تيارين متناقضين لا يلتقيان. فدماثة وبساطة الإنسان الطبيعي لا تتقبل رعونة الاستبداد وفساد المتنفذين القابعين في المدن، وشح الحياة في الريف بسبب الفقر والاحتياج ساهم لحد بعيد في إبعاد الإنسان الطبيعي عن حياته المعتادة القائمة على التواصل البسيط القائم على الحس الشعبي الفكاهي والقناعات التي لم تتلوث بازدواجية الإنسان المقولب في إطار عوائد صنعتها منظومة الاستهلاك والجشع. كما أن الغوص في مذهب الفطرية وجعلها أساس كل نهضة هو الأنجع، حيث أن البحث عن الإنسان المعرفي الغاية الجاذبة للأذهان وفق صيرورة الأحداث المتسلسلة والتي تعكس لنا طبيعة هذا الوجود المتشعب بميادينه، والتي تكشف لنا بيسر جوهر الصراع الطبيعي ما بين قوى البناء والهدم، أفكارا تسعى عن كثب للولوج في ذات المتلقي المتبصر في مطلب الانتصار للوجود الطبيعي المتمثل بالوجود الوطن، وجدلية تأثره بالوجود الشامل ضمن إطار إبراز ثالوث الحقيقة الكلية وفق إثبات متلازم لجوهر أن الحب وجود والوجود معرفة، حيث أن فعل النهضة الساعي لجلال الاستبداد يتمثل أبدا في المحاولات الهادفة لإيجاد نوع من الحرية والمثالية وتحريك النزوع الطبيعي للإنسان لإدراك فعل الخير والعمل به، والتأكيد على الترابط ما بين الإنسان المبدع والعراقة في المكان، ولعقد أواصر متينة بين الساعين لحماية مكتسبات الإنسان المعرفي. فالإشارة للرموز التاريخية التي تبرهن على عظمة فعل الصانع وتعاليه على كل مفسدة أو خلل، فهي تنحو مذهب البحث عن القيم الطبيعية في واقع ضائع متخبط يعاني فيه أفراده من صعوبة التفكير جراء جور المنظومة السياسية وعجزها على مواكبة التغيرات الحاضر إثر إفلاسها الأخلاقي، الأمر الذي جعل المجتمعات تعيش في ميادين الاغتراب عن ممارسة أدوارها في التأثير على المنظومة التي تدير
شؤونها الحياتية. وهكذا قوبل المطالبون بالتغيير بالمزيد من العسف والاجتثاث من خلال الآفة المتفشية في ربوع الشرق الأوسط المتجلية في الاستبداد والذهنية الشمولية، من تمجيد تماثيل الجلادين والامتثال الأعمى لهم، الأمر الذي خلق داخل النفوس نقمة تتفجر ببطء وتعكس الأزمات الأخلاقية التي اخترقت أوساط المجتمع ومؤسساته، الأمر الذي يحيلنا لمراجعة تاريخ الحروب لما لها من نتائج كارثية. هذه المنازعات الناشبة بين السلطات فيما بينها جعلت المجتمعات تعيش في اغتراب مزمن بعد بينها وبين الحياة القائمة على الإنتاج وضمان الحقوق. ففي ذروة التنازع الخطير بين السلطات نجد إنتاج ديكتاتوريات متعددة جعلت المجتمعات وقودا دائمة لميادين الاقتتال، وما فتأ أرباب الإصلاح ودعاة التغيير الجذري في وضع سنن وأسس نهضوية لاستيعاب الدفة، بين أن هذا الواقف في وجه المجتمعات من بلوغها لنهضة التعايش تحت سقف القانون المنصف. فاستمرار الآلة القمعية في سلوكها هذا النهج يضع الوطن على محك فوضى هائلة تودي بها لمستقبل مظلم إزاء بؤس السلطة، عجزها عن مواكبة المتطلبات الراهنة والحاجات الأساسية لحياة المجتمع، في إشارة لعظم الصراع الكبير بين رواد الديكتاتورية المتمثلة بزعمها لممانعة العدو الخارجي وتبجحها بتصديها للمؤامرة الكونية وحملها للراية الاشتراكية، إذ أثبتت أنها تعمد لترسيخ الفاشية في صميم مؤسسات